انت اتجننتي؟ ده اللي قالته البت قبل ما تموت. إياكي تقربي من بيتي. بس ثانية واحدة، هو أنا مش المفروض فرقعت في المعمل وأنا بعمل تجاربي؟ إيه اللي جابني هنا؟ وإيه حكاية البنت اللي كانت عايشة عالة على العيلة دي سنين؟ اطلعوا بره. الصوت ده جاي منين؟ وليه دماغي هتنفجر كده؟ يا نهار أبيض، ده حد قاطع شرايين إيد البنت دي. استوعبت فجأة، دي مش ذكرياتي، دي ذكريات صاحبة الجسم الأصلية. طلعت يتيمة، والجد ده هو اللي تبناها وعيشها مع عيلته. البنت الغلبانة دي اتمرمطت حرفيا. عيلة تا دي ما كانتش بتسيب علامة في جسمها إلا لما تعملها، وبمجرد ما الجد مات الوحوش كشروا عن أنيابهم. عيلة تا ما عندهاش ريحة الدم، طردوها في الشارع بدم بارد عشان يخلصوا منها. البنت كانت بتترجاهم، بتموت حرفيا، وبتقول لهم ليه بتعملوا فيا كده؟ بجد قمة الغدر. بس استنوا، الروح ممتش. أنا فقت في جسمها، كأن القدر اداني فرصة تانية. بصي يا مسكينة، بما إني أخدت جسمك اعتبري حقك رجع. الانتقام جاي، وهدفعهم التمن غالي قوي. يا بنتي انتي طرشة؟ ده صوت العيلة المقرفة، بيتكلموا بقلة ذوق ولا كأني موجودة. صدعتوني. قلتهم اخرسوا بقى، بس هم لسه بيجروا ورايا زي الكلاب وبيشتموا. ناس بيئة بجد. أوفي عندك يا بت، فككم منهم. أنا بدور على أوضتي القديمة. إيه القرف ده؟ البيت بقى زريبة. العيلة دي فاكرة إنهم يقدروا يحبسوني هنا في أحلامكم بس. اطلعي بره. يا ربي على الزن. سألتهم بكل برود، إيه؟ هو أنتم مستعجلين على موتكم ولا إيه؟ سيفو، اقطمي بقى خالص، مش عايزة أسمع صوتك. وفجأة تاتش بسيط، اديت الأم قلم محترم لفلفها حوالين نفسها. بصوا بقى، الميراث ده بتاعي ومش هسيبه، واللعب بينا لسه في أوله، والجدع فيكم يوريني نفسه. فتحت المحفظة وصدمة، الحساب فيه 250 جنيه بس. يا نهار أبيض، إحنا في سنة 2025، يعني المبلغ ده ما يجيبش كيس شيبسي. لازم أشوف سبوبة تجيب فلوس بسرعة. وأنا ماشية ظهر الموز ده ريحته دم وغامض جدا، بس الغريبة مفيش جرح باين عليه. بصلي وقال ممكن استخبى عندك ثانية؟ ها، شكل الموضوع فيه إثارة. حذر جدا، حتى صوته مغيرة عشان محدش يعرفه. وافقت طبعا، مصلحة بفلوس. وفجأة العصابة وصلت المستشفى، بيسألوا الرجل ده راح فين؟ مش كان لسه هنا؟ فتشوا هناك بسرعة. كان لازم أتصرف. قلت له تحب أعمل لك نمرة دراما؟ نلعب دور حبايب يعني. تحبها موسيقى هادية ولا جو أكشن وشقاوة؟ كفاية كده، البنت دي باردة لدرجة تخوف. العصابة شافت منظرنا الرومانسي المزيف وقرفوا. قالوا إيه القرف ده؟ في حد يعمل كده قدام مستشفى؟ وخلعوا. خطة في الجون. لولا إن عندهم مهمة كان زمانهم عملوا مشكلة، مشوا يدوروا عليه في حتة تانية. وأنا بكل برود طلبت واحدة كوكاكولا ساقعة تروي عطشي. خد باله إن إيدي مجروحة، وقال لي أنت مش قدي، بلاش تخليني أعمل حاجة تندمي عليها. قلت له خلاص يا سيدي، ما تعملش فيها بطل وتتنمر عليا. قال لي أنا آسف لو تقلت عليك اليوم ده. شكرني وبص في عينيا وقال لي لو القدر جمعنا تاني هيجي لحد عندي ويشكرني بطريقته. يا سيدي على الذوق. كلامه مرتب قوي، تحسوه جاي من العصور الوسطى. بس المهم، ساب وراه خنجر صغير، رغم إنه غامض بس طلعت بسبوبة منه. البنت دي طلعت مش سهلة خالص، وفهمتها هو كمان كان بيفكر فيا. كان عارف إني قوية، ولو ما كنتش مجروحة ما كانش هيقدر يسيطر عليا بالسهولة دي. ثالث يوم، تساتين الحرباية فاكرة نفسها هانم جاي تقول لي إني شحاتة وحرامية. حرامية؟ ده أنا جاية آخد حقي اللي أكلتيه سنين، وبكل جراءة لسه بتمد إيدها عليا. سيبي إيدي، أنت فاكرة إيه؟ أنا بس جاية ألم هدومي وحاجتي اللي في الأوضة، مش ناقصة وجع دماغ وقرف من وشكم. أبوها دخل يزعق إزاي تدخلي أوضتها؟ قلت له كنت فاكرة في حرامي فكنت بأدبه. طردوني وقالوا ممنوع تعتبي البيت ده تاني. قلت في سري ولا عايزة أشوف وشكم، هنشوف مين اللي نفسه طويل يا حاج. المهم،
أجرت شقة وطلعت غالية نار. لو ما لقيتش شغلانة بسرعة شكلها كده هقلبها نقاشة ولا أي حاجة عشان أعيش. حاسب يا بطل، أنقذت عيل صغير كان هيتخبط يا روحي. قلتله خد بالك وانت بتعدي، بس الجرح بتاعي اتفتح تاني وبدأ ينزف. مش مهم، فداك يا حبيبي. قلتله خلي بالك، مش كل مرة هتلاقي واحدة حلوة زي تنقذك. وفجأة كعبلة سودة، لقيت نفسي في حضن واحد. أنا أسفة بجد، رجلي نملت مش أكتر. يا رجلي يا غبية، والله لو رجعت البيت تتقلي في الكلام تاني لهقطعك. شكرا يا كابتن بجد، لو تقابلنا تاني هعوضك، بس بيني وبينك كده يا رب ما نتقابلش تاني أبدا يا أخويا. أيوة يا ستي، دي كانت أول مرة في حياتي أتحط في موقف محرج كده وأقعد فوق ركبة راجل. أختي الكبيرة كانت دايما تقول لو حصل موقف كده اهربي فورا، بس الموضوع طلع بجد يكسف. المهم سألت أوتيك هوان عن رجله، طلعت في مرحلة علاج صعبة وما ينفعش يشيل عليها أي تقل. يا عيني يا تيك هوان، الدنيا جاية عليه أول اليومين دول، نحس ملوش آخر. هو أنا إيه اللي حصل لي؟ هو أنا دوست على دل كلب وأنا خارجة ولا إيه؟ المهم قولي، أنت كنت فين امبارح بالليل يا بطل؟ الحكاية مش مستاهلة كل ده، كل الموضوع إني قابلت ثعلب صغير كده وخدشتني كام خدشة. هو لونجيثان بقى فيها ثعالب كمان وكمان بتعض. يا ربي، ليه حظي فقر كده؟ الحمد لله إن شاشة الموبايل اتشرخت بسيط وشغال. يلا بينا ندور على شغل بقى. بس إيه ده؟ المكان ده بعيد قوي، هجيب تمن التذكرة منين يا حسرة؟ والأكاونت بتاعي لسه نوب، مستوى قليل، مش عارفة أقدم على حاجة عدلة. أوبا، لقيت شغلانة لوز، المرتب 100,000 في 3 أيام بس، والأكل وسكن عليهم. دي لقطة يا جدعان. الانترفيو بكرة، بس المشكلة إني تيه في العناوين وبضيع بسرعة. يا رب أوصل المرة دي. يهو، حد هنا؟ أنا جاي عشان شغلانة الحارس الشخصي، ممكن حد يوصلي للمكان؟ معلش يا جماعة، والله أنا تايهة خالص، حد يقول لي أمشي منين؟ قالولي طاي من هنا شمال في يمين وبعدين تالت ركن. بس استنوا كده، الصوت ده مش غريب عليا. لا بجد، الصوت ده أنا سمعته فين قبل كده؟ يا خوفي لا يطلع حد أعرفه. خليني أشوف. أيوة، ده الواد بتاع ليلتها. بس هو ماله؟ قاعد على كرسيني وبقى مشلول كده. فكك يا بت، مش ناقصة وجع دماغ، خليني أمشي أحسن. شكرا يا كابتن. بس الغريبة إن الواد ده مغير صوته بجهاز، وصوته الحقيقي لايق على ودني قوي. يمكن عشان بقالي كتير ما شربتش كوكاكولا فمخي مهنج. المهم طلعت هي البنت يا جدعان، والشرط عشان تتعين إنها تكون آخر واحدة باقية في الاختبار. لحظة واحدة يا جماعة، أنا آسفة جدا إني تأخرت، أنا رقم 30. قالولي يا بنتي ما فيش شغل للستات، روحي بيتكم. نعم يروح بابا، ده أنا حتى تمن الكوكاكولا مش معايا. الصبر يا رب. طب بقولك إيه يا مدير، أنت مش كنت طالب 5 حراس؟ لو قدرت أعمل شغل ال5 لوحدي ينفع مرتبي يزيد 5 أضعاف؟ أنا مستعدة أثبت لك إني براقبة 5 من الوحوش اللي واقفين دول. يا ريت البهوات يتفضلوا يوروني نفسهم كلهم مرة واحدة. المدير ضحك وقال خلاص يا قطة، انت اللي جبتيه لنفسك. الحراس اللي هنا كلهم تقال، والكل كان شايف إن البنت دي بتهلفظ ومش عارفة حجمها الحقيقي. بعد 3 دقايق بالظبط الكل كان واقع على الأرض. المدير تنح وقال إيه الوحش ده؟ يا آنسة أنت لازم تقعدي، الباقي يروحوا بيوتهم. واتضح المدير ده يبقى ثام تينو كوان، صاحب أو تيتش هوان من أيام الطفولة. أو تيتش هون وصل أخيراً، ناداني أقعد جنبه وبقيت أنا الحارس الشخصي والسواق بتاعه. لما شفت وشه اتصدمت، طلع هو نفس الشخص. يا دي الصدف اللي بتجمعنا تاني، ده قدر إيه ده. بس طلب يدوني لبس عادي مقاس إكس. الحقيقة إن البنت دي في الضرب مفيش زيها، بس في الذوق واللبس فكك خالص، مفيش أي سنس خالص. لو لبست المقاس ده الزراير هتفرقع مني وهتبقى فضيحة. المهم قلت أدخل المطبخ أعمل لقمة، والمدير أعجب بيا قوي وقال بما إنك بقيت الحارس الشخصي تعالي كلي معانا. اشتى جدا. المدير طلع وسيم وغني وجسمه رياضي وكمان حنيم على الموظفين.
هو في حد كامل كده في الدنيا دي؟ بس استنى كده، هو مفيش زيادة في المرتب ولا إيه؟ قعدت أندح فيه وفي الآخر مفيش مصلحة. البنت دي فعلا الحب الحقيقي، عدها هو الفلوس وبس. المدير فكرها بالشنطة والكتب بتوعها اللي نسيتهم وهي بتخانق الحراس. سألني لو كنت بحب التاريخ، قلت له بصراحة ما كنتش مهتمة قبل كده، بس دلوقتي الموضوع لمس قلبي قوي ونفسي بجد أقابل الإمبراطور هوان. بتسألوني ليه عايزة أقابل تشن هواند؟ الموضوع بسيط، حاسة إن عندي كلام كتير قوي نفسي أقوله له. عايزة أقوله: بص يا بطل، البلد اللي ضحيت عشانها ما بقاش فيه مخلوق يجرؤ يلمسها النهاردة. اتفرج كده، كل شبر فيها وكل تفصيلة شايلة ريحة العزة والكرامة اللي زرعتها فينا. كان نفسي تشوف ده شيء النهاردة. الأرض اللي كنت تحميها بروحك بقت جنة حرفياً. بقينا بنطير في السماء ل90,000 ميل وبنغطس في أعماق البحار لآلاف الأميال. كل ده بفضلك. النهاردة مفيش قوة على الكوكب تقدر تقرب مننا، بس للأسف هو مش موجود عشان يشوف العظمة دي. بجد انت لسه عندك 18 سنة بس وكلامك عميق كده. أنا مبهور بيكي، ارفعي الكأس ده. بس استني، ايدها مجروحة، بلاش تشربي. كلامك زي السكر والكل هنا بيلمع زي النسور. لو هوانج شافك كان هيموت وهو مرتاح، حتى لو عاش 27 سنة بس. البنت دي عبقرية زيادة عن اللزوم، بجد خطر، خطر جدا. خلصنا أكل؟ يلا روح على البيت. ملاحظين إن معاملة المدير لتسي بقت حنينة قوي؟ باين عليه من عشاق هوانج. خلص أنا هفضل أجيب سيرة هوانج قدامه عشان يزود لي المكافآت ويزبطني. يا تسي، عائلة سو طالبينك فوراً. البيت مقلوب وبتقول ليكي علاقة بجدك. عايزين أرجع؟ تمام، بس خليهم يترجوني الأول وساعتها يمكن أفكر أرجع. أنا عارفة الحركات القرعة دي. رجوعي دلوقتي أكيد له علاقة بوصية جدي تسو. ألو، أنا هيانجوك. يا تسيه، ارجعي البيت حالاً، فيه مصيبة ومحتاجينك. لو جيتي وخلصنا الموضوع بسرعة هتحكمي فينا وتطلبي اللي انت عايزاه. أي شرط هتطلبيه هوافق عليه فوراً. انت متخيرة؟ تيسي أصلاً مش من عيلة تيسو، هتاخد إيه يعني من ورث العيلة؟ جدي اتجنن ولا إيه؟ تسي، دي واحدة فاشلة وما بتفهمش حاجة. ادوها 5 مليون وخلوها تمضي على تنازل عن كل حاجة وتغور من هنا. بابا، هو جدي ما قالكش حاجة عن أهل البت دي؟ البنت التانية في العيلة هيان كانت بتسأل، بس بابا رد وقال إن جده عمره ما فتح سيرة. العجوز ده كان دايما قلبه حجر، مستحيل يسيب ورثه لواحدة غريبة. الموضوع ده وراه سر كبير. سي، انتي جيتي؟ يا بنتي الطريق كان زحمة قوي دلوقتي. زحمة؟ لا عادي، بس أنا ما كانش معايا فلوس أركب حاجة وجيت مشي ورجلي ورمت من التعب. لو خايفة عليا بجد تعالي دلكيلي رجلي شوية. يا تسي احترمي نفسك. يا دادا هاتي كرسي المساج الجديد اللي لسه شارياه لتسي هانم. دلعوها يا جماعة، خلوها تشك في نفسها شوية. بص يا تسي، احنا جبناكي عشان وصية جدك. الراجل سابلك 8% من أسهم شركة المجوهرات وشوية عقارات في المدينة. بس انتي عارفة وقدرك، انتي ما بتفهميش في البيزنس خالص، عشان كده أنا هكون كريم معاكي. هديكي 5 مليون كاش وتسيبي الأسهم دي ليا، وأنا هفضل سند ليكي طول العمر. يا سلام، إيه الحلاوة دي يا أخويا، أنت بجد جنتلمان قوي. بس قولي، أنت فاكرني هبلة ومش عارفة أسعار السوق ولا إيه؟ تيسو تيان الابن التاني للعيلة. 8% دول والعقارات تمنهم ما يقلش عن 10 مليار. أنت بجد بتنصب عليا عين عينك؟ طب بص، أنا عايزة العقارات بس وهديكي 300 مليون، ها؟ تيان عرض 300 مليون وانت عرضت 5 مليون بس. خليني أفكر، ممكن أوافق على 2 مليار بس بشرطين. الأول عايزة أشوف جدي، التاني هحضر الجنازة غصب عن أي حد. غير كده انسوا الموضوع تماما. بسيطة؟ ماشي، موافقين. صح، شركة المجوهرات لسه شارية منجم من فترة. لو الحظ لعب المنجم ده هيجيب عشرات المليارات وهيكون هدية ليكي بما إننا عيلة واحدة. منجم؟ قشطة، هأوقع، بس خلي بالكم أنا هبات هنا الليلة وبكرة الصبح تودوني عند جدي.
ويا ريت تكون دي آخر مرة تعزموني فيها في البيت الكئيب ده. تيان، انت تجننت؟ دي أملاك عيلة سو، تديها 2 مليار ليه؟ إزاي تسيبها تخرج بالسهولة دي؟ اصبري بس، هخليها ترجع كل مليم خدته. وهي بتبكي: يا سيدي تخانقوا براحتكم، أنا هستنى وأشوف مين اللي هيضحك في الآخر. واو، الأوضة تجنن. هس، اسكت خالص. ليه مش عارف تتكلم؟ أنا بقى طبعي العين بالعين. المرة دي عدت على خير، المرة الجاية هقطع من حتة تانية خالص، ما تقلقش. أنا حاسبة كل ملي في درحت، أضمن لك إنك هتعيش 24 ساعة كمان. بس بعد كده الله أعلم إيه اللي هيحصل. إيه ده؟ أنت خوفت وبقيت تتراش كده ليه؟ قلبك ضعيف قوي يا بطل، ادخل جوه. يا نهار اسود، يا ناس الحقوني، يا ماما، تسيه عايزة تقتلني، هتموتني يا ماما. يا حبيبي ما تخافش، الدكتور جاي حالا. ايه المنظر المقرف ده على الصبح؟ انتوا بتعملوا ايه؟ يا تسو يا فاشل، انت اكيد شربت لما عطينا امبارح ولسه مش فايق، صح؟ ايه الصداع ده؟ الواحد مش عارف ينام. وبعدين ايه اللي عور تسولي كده؟ وليه لسه ما راحش المستشفى؟ انت يا تسي يا غدارة، شو عملتي ايه في ابني؟ انت اللي قطعتي ايده بإزازة الويسكي. انا؟ انا عملت كده؟ انا امبارح شربت وسبت القزازة عند الباب، بس هو ما شاء الله طول بعرض ومش شايف قدامه، كسر القزازة برجله وبعدين يقول إني عورته. دي مأساة بجد. كدابة، أنا ما عملتش كده. يا بابا، تيسو كان سكران طينة طول الليل والدنيا كانت ضلمة، فأكيد هو اللي خبط في الحاجة. وبعدين تسي أصلا إيدها مجروحة وتعبانة، هتقدر تضرب شحط زي ده إزاي؟ الواد ده حتى ما بيعرفش يكذب كدبة تتصدق. جدي مات، تفتكروا هقدر أقف قصاد عيلة تيسو لوحدي؟ صح يا هيان؟ خلاص، خد التسي ووديها عند جدك، وأنا وأمك هنودي أخوك المستشفى. يلا. لما كدابة، انت هيان جوك؟ في أوامر تانية؟ كل ترتيبات الجنازة جاهزة يا فندم. تسي عايزة تبص بصة أخيرة على جدها وبتقول: افتحوا التابوت. تفتحوا التابوت؟ الراجل كان بيعملها أحسن معاملة وهي عايشة، ودلوقتي أول ما مات مش عايزة تسيبه يرتاح في قبره؟ بجد انت ديبة نكرة للجميل. بس غريبة، ليه مش حاسة بأي وجع؟ فعلا جدي مات بسبب المرض، بس ملامحه بتقول إنه تعرض لسرقة طاقة الحظ. المعلم الخامس قال لي إن سرقة الحظ دي عكس قوانين السماء وعقابها جديد. يا ترى مين اللي سرق حظ الراجل ده؟ انت بتعملي ايه؟ جدي كان بيحبك أكتر واحد فينا، وأنا كنت فاكرة إنك جاية تودعيه، بس انت بتعملي حركات غريبة. أنا بجد مصدومة فيكي يا تسي. مين سمح لك تلمسيني أصلاً؟ وانتي مين عشان تتصدمي فيا؟ انت شربتي قد ايه عشان تفوقي لنفسك؟ خليكي في حالك، وفي مشاكل عيلتك أحسن بدل ما تلبسي في الحيط. يا تسي، بتقولي الكلام ده قدام جدك؟ انت ما تعرفيش يعني ايه أصل ولا واجب؟ فاكرة إننا مش هنقدر نلغي ورق التبني بتاعك لو فضلتي بالأسلوب ده؟ أنا فاهمة كل حاجة، وبالنسبة لموضوع التبني ما تقلقيش، أنا اللي هقطعه بإيدي. لازم تعرفي إن أكتر واحدة مش عايزة يكون ليها علاقة بالعيلة دي هي أنا. مش مصدقاني؟ براحتك. يا مدير، يا أحلى مدير في الدنيا، شكرا إنك جيت خدتني. أنا كنت مفلسة لدرجة إني مش عارفة أركب أتوبيس. بس بقولك إيه، اوعى تفتكر عشان جيت خدتني إنك هخصم من مرتبي. باين إن تسيب بتموت في الفلوس أكتر من أي حاجة تانية. مش انتي لسه واخدة مئات الملايين من عيلة سو؟ دي فلوس تعويض، إنما القرش اللي بتعبه بإيدي هو اللي بيفرحني. يعني مش هتخصم؟ بجد انت أحسن مدير في الكوكب، مش بس بتدفع التأمينات والسكن، ده انت كمان حنين على الموظفين. أنا بجد بعشقك يا مدير. يا أنسة تسي، انت بقيتي ترند وناس واكلة وشك. نعم، أنا بجد زهقت من المدرب ده، بيعمل اللي هو عايزه وبيستخدم نفوذه عشان يوقع البرنامج، وكمان بيتحرش بالطلاب. لو ما كانش البرنامج لسه في أوله ما كانش حد سكت على القرف ده. أنا مش فاهمة، هي جاية تهد فريق الشباب ده ليه؟ حاجة تحرق الدم. تسيه هانم برا الفريق؟ يا ريت، عشان ما تفضحش البنات التانية بجمالها. أيوة صح، النهاردة في تصوير لبرنامج شباب في ريعان الزهور.
كنت هنسى خالص. لازم أظبط وشي. المظهر هو كل حاجة. لازم أكون أحلى منهم، وجسمي أظبط منهم، وأفهم أكتر منهم بكتير. هما آخرهم بيتكلموا من ورا الشاشات، وأنا مش هنزل لمستواهم أبدا. وصلنا لمركز التدريب يا مدير. تفتكري الموضوع هيعدي بالساهل كده؟ مش شبهك خالص. الله عليك يا مدير، بجد عينك زي الصقر. الشركة اللي مضيت معاها والبرنامج فاكرين إني ماليش ظهر وعايزين يضحوا بيا عشان يرفعوا المشاهدات؟ بس على مين؟ ده أنا هعرفهم مقامهم. يا مخرج، النهاردة تقييم المستويات التاني، وتي لازم تحضر. الصحافة بتقول إيه؟ أهي تي وصلت. أذكر البعبع يجيلك على طول. هنمشي زي ما المدير خطط بالظبط. البرنامج ده كله قايم على المشاكل اللي بتعملها تسي، ولو مفيش مشاكل إحنا اللي هنخلقها عشان البرنامج يولع. واحدة ما عندهاش أي حاجة ولا حد يسندها وفاكرة نفسها تبقى مدربة، خليها تحلم. لو ما كنتش كبش فدا للبرنامج ده وللمخرجين هكون إيه يعني؟ المهم، التصوير بدأ، ومعانا الموجهة الهادية مونينج لين جينغران مدرب الرقص، ولي جينغ تشين مدرب الغناء. الكل منور، بس ركزوا في المتدرب ده. واخد في نفسه قلم وشايف إنه توب عشان من شركة كبيرة. بس سيفو كينج ما سمت عليه وعطته تقييم F في وشه. بوم، الواد اتجنن وفقد أعصابه. انتي لا بتعرفي تغني ولا ترقصي ولا حتى مختلفة، على أي أساس عطياني إف ومنزلني الأرض؟ المدربة لين حاولت تهدي اللعب وقالت له: يا ابني اهدى، يمكن سيفو خانها التعبير، ما تاخدش في بالك. بس هو ما بيسكتش. يا أستاذة، أنا بسأل عن المعايير. وبعدين إيه يا أستاذة دي؟ انتي مصدقة نفسك؟ الكل عارف إن شركتك باعتك أصلا. هنا سيفو ردت ببرود يفرس: بتاعتك مهزوزة ونفسك مقطوع في أهم حتة في الأغنية. اللي زيك فاكر نفسه بيغني وهو أصلا مش عارف إن النفس هو أساس الشغلانة. هبد وخلاص. الكل مذهول. الست دي بقت جنبة كده إمتى؟ سيفو كملت: ده تقييمي، عندك اعتراض؟ الواد اتكتم وما قدرش ينطق حرف. هو مش كان بيقول ما بتفهمش في الفن؟ فجأة الكل بقى بيسأل: هي جابت الخبرة دي منين؟ الإشاعات كانت بتقول إنها فاشلة، بس الواقع صدمهم. حتى تايزو بدأ يحس إن في كاريزما غريبة بتجمعهم. أنت بتقارن كاريزمتي بكاريزمتها؟ لا يا عم، أنا قصدي الروح كده، الهيبة. المهم فكك، الدور علينا دلوقتي. يلا بينا نوري الكل طاقتنا. يا بوس، الست دي غير اللي مكتوب في الملفات تماما، مش محتاجين نحقق وراها. الرد كان قاطع: لو هتستخدم حد ثق فيه، ولو مش واثق ما تبدأش معاه. البوس عارف إن في قتلة مأجورين حواليه في كل حتة، بس سيفو مطمنة له. طالما الفلوس بتدفع في وقتها هي معاه وفي ظهره. جهز العربية، هنروح ناخدها الساعة 4:30 الصبح ونطلع على يانتشنج. الحوار ده لازم يفضل سر ومحدش يعرف إننا هناك. رجلين البوس لسه مأثرة عليه، والحب اللي كان عند سيفو بدأ يخلص. بس لسه في شوية يضمنوا هيبة عيلة تساي. يا خسارة، لو كانت لسه عايشة كان حظها ده خلى الدنيا تتهد. بس ما فيش مشكلة، هنستخدم اللي فاضل من طاقتها عشان نلمع اسم العيلة تاني. سيفو فاقت من حلم غريب وفهمت اللعبة. العيلة دي كانت عاوزة تسرق حظها وطاقتها ويسيبوها هي تموت في الفقر. يا ولاد الإيه، بس القدر لعب لعبته، والجسم اللي كان المفروض يموت لسه عايش بيا، واللعنة اتقلبت عليهم هم وموتتهم. بجد شر البلية ما يضحكش. هلبس ماسك تاني؟ خنقة بجد، لازم أغير من نفسي أحسن. تغيري إيه يا بنتي؟ أنا أعرف واحد بيتحول لأي حد يشوفه، حتى بصمات العين، بنسميه المتحول. بس سيفو ضحكت وقالت: أنت متأثر بالأفلام قوي. أنا أعرف واحدة بتسرق الذكريات أصلا، لو قابلتها اجري يا مجدي. أنت بتتكلمي بجد؟ لا يا عم بهزر، كنت بتفرج على فيلم خيال علمي بالليل. المهم يا بوس، أنصحك تشرب شوية أعشاب عشان صحتك بقت في النازل. يا سيفو، البوس عنده نقص طاقة وجسمه متلج على طول. هي طلبت تكشف عليه وفعلا لقت كل حاجة تمام إلا سدد بسيط في رجليه، الباقي زي الفل. طب البرودة اللي في جسمه دي سببها إيه؟ البوس زعق: اوعي تلمسي، هتتحولي لتمثال تلج.
بس هي اعتذرت وقالت إن قلبها وجعها شوية. وصلنا يانتشينغ وعدينا على تمثال طبيب الأشباح السماوي. البوس سأل: بذمتك التمثال ده شبهي في إيه؟ طبيب الأشباح ده أسطورة رقم 1 في العالم، بيقولوا إنه بيخطف الأرواح من ملك الموت نفسه، وعلامته المعروفة هي إيد الشبح. الناس هنا بتبوس إيد التمثال عشان تشفى. سيفو استغربت، هو الكلام ده بجد؟ أول مرة أعرف إن التماثيل بتعالج. البوس ضحك وقال: يلا بينا. كل ما أسمع الاسم ده بحس إني هتجنن. الحمد لله إن التمثال مش شبهي بالظبط. بس يا ترى إيه علاقة سيفو بالأسطورة دي؟ يا باشا، المرة الجاية مش لازم تتعب نفسك وتيجي. ابعت لنا رسالة وإحنا نجيبك في حراسة مشددة لحد قلب المدينة. أنا بحب أشرف على حديقة الأعشاب بتاعتي بنفسي. بيقولوا إن طبيب الأشباح عالج حفيد العيلة دي من الصمت. معقول؟ لو ليك طريق للطبيب ده كلمنا بسرعة. البوس بص لسيفو وافتكر إنها كانت معجبة بالواد ده قبل كده. سيفو، بصي كده مين هناك؟ مش عايزة أبص على حد شكله أوحش من مديري. أنا ذوقي عالي جدا على فكرة، فما تحاولش تغريني بالنظر لحد تاني أجمل من البوس. ده حلم مش هتشوفيه طول عمرك. المهم وصلوا لميعادهم مع نينج عشان يشوفوا موضوع رجلين البوس. بس المفاجأة، الراجل بكل برود قال: العربون ما بيرجعش سواء خفيت أو لأ. إيه قلة الذوق دي؟ إحنا متأخرين 20 دقيقة بس، مستعجلين على إيه؟ لو مش عاجبكم ارجعوا بلدكم، إحنا هنا ما بنتهددش. الحوار قلب خناقة وشغل عالي. البوس هبته خلت المكان يكهرب، والناس العادية ما قدرتش تستحمل. بس سيفو كانت واقفة ولا كأن في حاجة. عاش يا بوس، كاريزما يا باشا. لو خرجت من هنا مفيش حد في الإمبراطورية كلها هيقدر يعالج رجليك. نعم، هو مفيش غيركم في الدنيا ولا إيه؟ لو ننجي هما الكل في الكل، يبقى طبيب الأشباح ده راح فين؟ الراجل سخر منها: انتي جاية من بره وما تعرفيش إن الأساطير دي قصص في الكتب؟ الأساطير دي حقيقة، بس اللي زيك ما بيشوفوش أبعد من مناخيرهم. البوس استغرب من كلامها. هي سيفو دي مخبية إيه تاني؟ الفلوس اللي خدتوها عربون خلوها تنفعكم في كفانكم. البوس قرر يحط عيلة نينج كلها في القائمة السوداء ويقفل في وشهم كل الأبواب. بجد مش هنعالج رجلك يا بوس؟ سيفو ردت بثقة: أنا اللي هعالجك. البوس بصلها: انتي بتتكلمي بجد؟ قالها: ماشي، أنا واثق فيكي. انتي بتستغلي إنه واثق فيكي عشان تلهفي فلوسه؟ ضحكت وقالت: أنا بحب الفلوس فعلا، بس البوس يستاهل، هو الوحيد اللي هبته زي الأباطرة. ماشي يا ست المخنكة، يلا بينا نرجع. سيفو بدأت تحس إنها أوفر شوية، بس يلا يمكن يزود لها المرتب المرة الجاية. يا تامر، اشتري لي شوية أعشاب وهديك معلومة ب1,000,000 جنيه عن مكان طبيب الأشباح. تامر ده مين؟ ده اسم الدلع الجديد للتحري بتاعنا. بعد يومين في العزا الكل بيدور على الطبيب الأسطوري عشان يعالج بنت عيلة غوي، والإشاعات بتقول إنه ظهر في أوروبا. يلا نروح أوروبا، مش زي ناس تانية مش عارفين حتى الطبيب ده مين وعايزين يدخلوا المدينة المحرمة. رموا الكلام ده في وش شيفو: انتي فاهمة حاجة أصلا؟ عارفة ده يبقى مين؟ هي بسلتهم ببرود وقالت: ومين ده إن شاء الله؟ ده طب يا ساتر على الغل. المتخلف ده بيتكلم عن بطلتنا سيفو تشينج كأنها نكرة، وبيقول عليها جهلة وغبية لدرجة تخلي الواحد يفتح بقه من الصدمة. بذمتكم في حد بالبياخة دي؟ ايه يا عم، عايز تتخانق؟ ومين دول أصلا؟ طلعوا تلاميذ لواحد مشعوذ ياباني كبير وجايين يعزوا في وفاة حد مهم، وعاملين فيها حزنانين قوي ودراما وقتلة وشهم. المشعوذ الكبير ده بعت تلاميذه مخصوص عشان يقوموا بالواجب، وكأنهم بيخططوا لحاجة تانية خالص من تحت لتحت. فوتشينج بدأت تشم ريحة غدر، دول من عيلة يابانية مشهورة بالسحر والتحكم في الحظ، وكل الناس في المدينة بيجروا وراهم عشان يتمسحوا فيهم. بس الغريب، إيه علاقتهم بصاحبنا؟ باين في كذا حد عينه على حظي. المخطط شرير قوي يا جماعة، عايزين يسحبوا آخر فتافيت حظ من البنت عشان يغذوا بيها عيلتهم ويخلوا شغلهم يضرب في العالي. والشباب دول شكلهم غرقانين في اللعبة دي لشوشتهم. بطلتنا بدأت تسخن وتقول: ياه، بقالي كتير ما لعبتش مع بتوع اليابان، إيدي أكلتني. المهم
اليوم خلص والحرباية نيان بتلقح كلام إن بطلتنا ما عندهاش عربية وهتمشي كعب داير. نيان ماشية بتضحك وتقولها باي باي يا بيئة، وفجأة عربية مجنونة دخلت في الخط. الكل اتخض، مين السواق ده؟ بس المفاجأة لما الباب اتفتح وقالوا لفو تشينغ اركبي. الصدمة كانت على وشوشهم تخفى. دي عربية MS إصدار محدود، ما بيعرفش يشتريها أي حد حتى لو معاه ملايين. الكل بيسأل نفسه هي فو تشينغ جابت العز ده منين؟ طبعاً الإشاعات بدأت تشتغل، أكيد وراها حد تقيل، أكيد لقت لها قرشين من حد في الوسط الفني. الغيرة هتاكلهم. بس بطلتنا ولا هي هنا، ركبت ومشت ولا كأنها شايفة حد. جوه العربية الجو رايق خالص، السواق تام عامل شغل عالي بالعربية الجديدة، وبطلتنا بتمدح فيه وفي سواقته اللي تخلي الواحد يحس إنه طاير. بس فجأة قلبها بدأ يدق. إيه يا بنتي، في إيه؟ بتقول لنفسها المدير بتاعي ده بجد نمبر 1، بس خايفة ليكون سحرها بدأ يقلب عليها ولا إيه؟ فو تشينغ غامضة قوي ونفسها بس تبقى سمكة مؤنتخة تشمس بطنها وتكبر دماغها من كل الهيصة دي. بس يا خسارة، الحظ دايما رميها في وش المدفع. القنبلة انفجرت. المتسابق الموهوب تشيو اختار فو تشينغ تبقى المدربة بتاعته. المنافسين هيتجننوا، هو أعمى، دي بتعرف ترقص أصلاً. الغيرة هتموتهم حرفياً. الخبث اشتغل. المدربة لين بدأت تلعب من تحت الطاولة عشان تسحب تشيو لفصلها، وبتقول إن بطلتنا ما تعرفش حاجة وهتبوظ الولد. لازم ننقذ الموهبة دي من إيد فوتشينغ. ده اللي قالوه وهم رايحين للمخرج والمخططين عشان يغيروا القوانين بالعافية ويحطوه في فصل الستلين. بطلتنا راحت لمدير هيو واديته دواء، بس عشان عارفة إنه مر حطت له شوكولاتة وفراولة عشان يبقى طعمه حلو. المدير اتفاجئ، دي شوكولاتة ولا دواء يا بنتي؟ ريحة الدواء تجنن. المدير حس باهتمامها وفرح قوي وقرر يحول لها مكافأة على الحساب، وهي بكل براءة قالت له أيوة كده، love you يا مدير. فوتشينغ ودعته ومشية، وهو بيبص لها بحنان ويقولها خدي بالك من نفسك وارتاحي. صوته لوحده حكاية يخلي الواحد ينسى اسمه أصلاً. رجعت مركز التدريب وهي ميتة من النوم، بس حاسة بنشاط غريب وبتقول لنفسها أنا بقيت قدوة في الالتزام. والله قابلت واحدة من المتدربات بتجري ومنهارة. في إيه يا بنتي؟ البنت قالت لها إن في مصيبة بتحصل مخصوص تقسيم الفصول وتوزيع الطلاب. الخبر طلع إن هم عايزين يغصبوا تشيو يسيب فصل بطلتنا وبيهددوه بالانسحاب لو ما سمعش الكلام. بطلتنا عيونها طلعت نار وقالت فين مكتب المخططين ده؟ أنا جاية. في المكتب كانوا بيغسلوا دماغ تشيو ويقولوا له لو فضلت مع فوتشينغ مش هتاخد ولا لقطة في الكاميرا، مستقبلك هيضيع. احنا خلاص نقلنا ورقك لفصل المدربة لين، روح هناك وهتتعلم بجد. ضغط نفسي مش طبيعي على الولد الموهوب. تشيو بطل ومستسلمش، قالهم مش المفروض احنا اللي نختار؟ والمدربة فو ما قالتش إنها مش عايزاني، ليه بتعملوا كده؟ المدربة لين بدأت تمثل دور الطيبة وتقول يمكن أنا مش شاطرة كفاية، بس المخططين كملوا تهديد. دي مسابقة دولية يا ابني، افهم مصلحتك فين. المدربة لين عندها علاقات واصلة للسما هتوصلك لبعيد. بس تشيو كان رده قاطع، مش عايز، أنا عايز فصل فوتشينغ وبس. وفجأة دخلت بطلتنا عليهم زي الآثار، يعني 3 كبار على طالب واحد، والله عيب. دي بقى اللي اسمها بلطجة المدربين. سألت تشيو قدامهم عايز تتعلم معايا ولا لأ؟ قالها طبعا. ولما لين حاولت تتسهوك وتقولها سيبيهولي، ردت عليها بكلمة واحدة انجري من هنا مفيش. فوتشينغ وقفتهم عند حدهم، مين إدالك الحق تختاري مكاني؟ المخططين اتجننوا وقالوا لها انت فاكرة نفسك مين؟ ملقيش حق تختاري أصلا. بطلتنا ولا تهزت، قالت لهم أنا عارفة إنكم مش طايقيني، بس اللي بتعملوه ده قمة الغباء والظلم للولد. وكشفت خطتهم قدام الكل، انتوا عايزين تطفشوه عشان تلمعوا الطالب اللي تبعكم لويان وتضمنوا له المركز الأول، صح ولا أنا غلطانة؟ الكل اتصدم إنها فاهمة اللعبة،
المخرج قاعد يبرطم ويقول أنت بتقولي إيه؟ بس هي كانت أذكى منهم بكتير وكشفت المستور. فوتشينغ خدت طلابها وقالت لهم سيبكم من العك ده، يلا بينا أعزمكم على أكلة محترمة. وطبعا تشيو كان طاير من الفرحة. الولد شكرها من قلبه لأنها وقفت معاه، وهي بكل ثقة قالت له ده واجبي، المهم نركز في الشغل وبس. يا جدعان البنت دي برنسيسة في نفسها، بطلتنا شاطرة في كل حاجة، حتى الميك اب بتاعها بروفيشنال لدرجة إن محدش بيعرفها وهي متخفية. قالت لطلابها لو حد ضايقكم تاني كلموني فوراً. خلصت شغل النجومية وراحت تشتغل بودي جارد عند المدير بتاعها. راحت تقضي وقت مع رجالة المدير اللي بتعتبرهم زي إخواتها الصغيرين. قابلت Outdoing بنت أخو المدير. البنت أول ما شافتها انبهرت بيها وقعدت تلعب معاها وتدلع عليها، وبطلتنا كانت حنينة معاها قوي. البنت الصغيرة بدأت تشك وقالت مين المزة دي؟ يا يكون دي حبيبة عمه السرية. بطلتنا دخلت للمدير عشان تطمن على صحته وتشوفه بيسمع الكلام ولا لأ. Outdoing فضلت تزن، وبطلتنا ضحكت وقالت للمدير لو بقيت حبيبتك السرية مش هقول لأ، أهو الواحد يلمله قرشين ويوصل للثراء السريع. البنت الصغيرة وافقت فوراً وقالت انتي أجمل واحدة شفتها في حياتي، لايقة جداً على عمو. بطلتنا بدأت تهزر وتساير البنت في خيالها الواسع. المدير يو وشه قلب وجاب آخره، نادى على المساعد بتاعه وقال ارمي البنت دي برا. بطلتنا قعدت تضحك على منظره وهو بيتعصب على بنت أخوه. الصدمة لما البنت عرفت إنها فوتشينغ الفنانة المشهورة. قالت لها أنا كنت بكرههم، بس من اللحظة دي أنا الفان رقم 1 ليكي. البنت اكتشفت إن بطلتنا قمر في الحقيقة، والميك اب الوحش اللي بتحطه ده مجرد تمويه. المدير قعد يبص لهم بزهق، بس جواه كان مبسوط باللمة دي. في الناحية التانية المنافسين لسه بيخططوا، مستنيين جمهور تشيو ينقلب عليه عشان اختار فوتشينغ، بس خايفين لأنه تشيو مش غبي وأكيد وراه سر. القصة لسه بتبدأ والتدريبات شغالة نار، وبطلتنا ناوية توريهم النجوم في عز الظهر. استنوا الجاي عشان الحوار لسه مخلص. يا محاسن الصدف كلكم اتجمعتوا هنا، يعني كده هنتمرن سوا؟ بس ثانية واحدة، العيال دي جاية وبكل بجاحة بتقول لمستو إحنا مش عارفين تدويه اختارك على أساس إيه، بس إحنا متطوعين ومن غير مدرب أحسن لنا، مش عايزين نحضر حصصك، فلو سمحتي امسحي أسامينا من الكشف وفكينا. انت بتقول إيه يا ابني انت وهو؟ الفصل اتقسم خلاص، والانسحاب مش بمزاجكم، بس هم مسممين دماغهم وراحوا سألوا المخرج وقال لهم لو مستو وافقت تقدروا تغوروا من وشها. تخيلوا قلة الذوق، وانتوا كمان عايزين تمشوا؟ مستو ببرود قالت لهم اللي مش طايق يقعد يتفضل، أنا مش همسك في حد، التدريب لوحدكم أحسن بكتير من إنكم تمشوا ورايا، يلا الباب يفوت جمل. العيال دي فاكرة إنهم لما يمشوا هي اللي هتتأذى وصورتها قدام الناس والنت هتبوظ تاني. قال إيه؟ خايفين عليها من الترند الأسود؟ يا عم طير أنت وهو، فكروا في نفسكم الأول، واقفين ليه؟ يلا مع السلامة. البطلة بتاعتنا مش فارق معاها، بس تيتش فان زعلانة وعايزة تفهم ليه بيعملوا كده. مستو قالت لها ركزي في تمرينك يا بنتي، لو ما خلصتيش النهاردة مفيش نوم. يا عيني البنت حست إنها الوحيدة اللي بتنضرب في الليلة دي. الأكل عليا والفلوس في جيبي. البطلة خوين خوين واثقة في نفسها، وفجأة تظهر دونغ دونغ وتدلعها يا طنط خوين. البنت دي عسل بجد، عكس عمها تشوكيو اللي قلبه تلج وما بيعرفش يبتسم، هي كلها حيوية ونشاط. البنت عايزة خوين خوين تسيب عمها وتيجي تبقى الحارس الشخصي بتاعها هي، وبتقولها أنا كمان عندي فلوس وهديكي مرتب. بصراحة الكل هيموت عليها، جمال وهيبة، مين ما يتمنهاش تبقى جنبه. بس فجأة سمعوا صوت غريب، هو ده صوت تشوكيو؟ هنعمل إيه دلوقتي؟ البنت بتقول إن عمها بيعامل الموظفين بقسوة، وشوفوا فونج توم المسكين ما بقاش كيوت زي زمان. بس مستو مش فارق معاها، أهم حاجة الفلوس موجودة والمدير غني وده كفاية قوي. انت ما تعرفيش وش عم الحقيقي.
البنت بتحذرها إنه مدمن شغل وبيسهر ليل نهار، ونظام حياته ملخبط خالص، لدرجة إنها خايفة يجيله جلطة من كتر التعب. مستو سمعت كده وقالت في سرها: حلو قوي، يعني في فرصة أطلع بسبوبة أدوية منه؟ إيه الصوت ده؟ صوت نباح كلب حزين كده ويدخل القلب. مستو حست إن الصوت ده مش غريب عليها. دونج دونج. جريت تشوف فيه إيه ونادت: خوين، خوين، تعالي بسرعة شوفي الكائن ده. يا خبر، الكلب ده ملوش فتحة إخراج. يا ترى تخن زيادة ولا إيه؟ بس مستو عرفته فوراً، ده تيهيو الأسطوري الغبي اللي كانت مربياه زمان. بس ماله صغر وبقى عامل كده ليه؟ زمان كنت بتجري بيا في كل حتة، ودلوقتي لو اديتك قلم هتموت في إيدي. الكائن ده كان مخلص طاقته. مستو قالت له: خلاص، خليك ورايا، بس خلي بالك أنا حالياً على الحديدة، فياريت ما تبقاش أكول وتفلسني. أنا مت، أنت عارف كده؟ مس تو بتكلموا كأنهم روح واحدة. سيوباخ ده فهمها وحاسس بيها، والظاهر إن فيه رابط روحي بينهم ما بيخلصش، بجد مخلص زي ما بيقولوا. البنت طالعة لأبوها، بس الكلب ده طلع كارثة، بياكل دهب عيار 99. مستو اتجننت: يا باخ كان نيو، انت بتضيع شقة عمري، ده دهب أصلي مش لعب عيال، أنا هخنقك بإيدي دي يا عمو كيو الحق. البنت مفكرة إن خويين اتجننت وبقت تلم كلاب من الشارع وتهلوس معاهم. راحت تقول له: الحقها، شكلها جالها فقدان ذاكرة وبقت تغني وتربص للكلاب. صدقني يا عمو، البنت والكلب بقوا ثنائي غريب. تشوكيو سمع الكلام وهدي. هو فهم إن الكائن ده مش مجرد كلب، ده تيهيو أسطوري. بس إيه اللي جاب كائن روحاني زي ده لمدينتنا؟ ميستو ما كدبتش خبر وكلمت المدير ثونج. بقولك إيه، بعد كده مش عايزة تحويلات بنكية، ابعتلي مرتبي سبايك دهب على طول. البنت عارفة إن وراها بق هياكل الأخضر واليابس، الدهب على حسب شطارتك. المدير بيتقل عليها وهي مش طايقة: باخ كانيو، غور من وشي، مش عايزة أربيك، أنت كائن ما بيأكلش غير الدهب وبس. طب والعملات النحاس مالها؟ ما هي فلوس برضه. الكائن ده طلع برنس، ما بيقبلش غير الغالي، بياكل وما بيخرجش حاجة، طاقة صافية يعني. مستو هتموت من القهر على سبايكها اللي بتختفي في بطنه. انت مين بالظبط؟ في غموض كبير حوالين خوين، وقوتها في الفنون القتالية. مفيش حد في المدينة يعرف أصلها ولا هي تبع أنهي عيلة، وده اللي مخلي تشوكيو والكل هيتجننوا عليها. آسف، دي أختي وفي سوء تفاهم. البطلة اتدخلت عشان تهدي اللعب. بصراحة أول مرة نشوف حد يتأسف بالرقة دي، خصوصاً إن الشخص ده كان مغرور جداً وما بيطيقش كلمة من حد من ساعة ما اتخطفت وحصلت لها أزمة نفسية. لازم تروح تسلمي على عمه وجده. البنت بتحاول تصلح العلاقات وبتقول لماستو إنها لازم تطمنهم عليها عشان ما يفضلوش قلقانين، حتى لو هم كانوا بيتمنوا تمشي. الأصول أصول برضو. يلا بينا نجيب أكل تيك أواي. مستو عايزة تخلع بلطافة، بس وهي ماشية لمحت حد. البنت اللي معاها دي مش شكلها غريب شوية؟ في حاجة مش مظبوطة في الجو. الناس بتقول إنك دخلت الفن عشان أخويا، بجد ما تعرفوش؟ مستو ردت بمنتهى الثقة: يا بنتي لما يكون قدامي راجل مثالي وزي القمر زي عمك هبص لمين تاني؟ جملة قصف جبهات محترمة. خلاص أنا هساعدك توقعي عمو. البنت فرحت قوي وقررت تبقى الخاطبة. عمو كيو ممكن يكون بارد من بره، بس قلبه طيب وبيهتم باللي حواليه بطريقته الخاصة، وأهم حاجة إنه غني. ميزته صريحة جدا: الفلوس هي المحرك الأساسي، وبدأت تركز في شغلها. 6 شباب في مجموعة واحدة لازم يطلعوا نار في التدريب. عشان تبقوا نجوم لازم تتعلموا كل حاجة: رقص وغنى وراب. ميزته قررت تدربهم بنفسها، ولما سألوها الوقت حيكفي قالت لهم بكل ثقة: 2 شهر وحخليكم وحوش مسرح. بس في مشكلة: مس لام الغيورة استولت على قاعة الرقص والأجهزة كلها. إيه قلة الذوق دي؟ العيال زهلوا وحسوا إن في مؤامرة، ومستو مش من النوع اللي بيسكت على حقه. مستو راحت قاعة رقم 1 ببرود: أنا هنا عشان آخد حاجتي.
مسلم مفكرة نفسها ذكية وبتقولها لو ما عندكيش أجهزة وريني هتدربي عيالك إزاي. يا حرام، فاكرة إنها كده بتلوي دراعها؟ إيه يا مستو، جيتي هنا غلط؟ مس لام بدأت تتريق وتقولها اعترفي بضعفك وسيبي التدريب أحسن لك. الغل باين في عينيها وهي فاكرة إنها كسبت الجولة. مستو ردت ببرود يفرس، أنا مبهورة بنظرك البعيد يا مسلام لدرجة إني مكسوفة من نفسي. وطبعا دي تريقة، بس مسلام ما خدتش بالها إن العاصفة جاية. أنا نزلت للفئة F بمزاجي. مستو قررت تعلمهم الأدب وبدأت تلم الأجهزة بتاعتها بكل قوة. يلا يا شباب شيلوا الحاجة واللي يقدر يوقف في طريقي يورينا نفسه. هيبة بجد، البيز ده صوته جامد هاخده. مستو بتنقي أحسن الأجهزة قدام عين مسلام اللي كانت هتموت من الغيظ. انتوا اتخطيت خدودكم. مسلام بتصوت بس مفيش حد قادر يقرب. تحبي أحطلك السماعة دي في مناخيرك عشان تسكتي؟ تهديد صريح ومباشر. مستو أخدت حاجتها وقالت لطلابها افتكروا كويس، اللي يقرب من حقنا لازم يدفع الثمن. إحنا ما بنتظلمش. الست دي اتجننت رسمي. مسلم مصدومة إن مستو عملت كل ده قدام الكاميرات، بس الشركة ناويالها على نية وحشة وعايزين يعلموها الأدب ويقطعوا علاقتهم بيها. مستو مش فارق معاها الكاميرات، براحتكم استغلوا اللي حصل زي ما تعوزوا، بس أنا ما بخافش. هي عارفة إنها أقوى من ألعابهم دي بكتير. لو عيلة تحتاجت حاجة إحنا موجودين. في كلام بيتقال في الخفاء عن الجد الكبير وحالته الصحية اللي متدهورة، والكل خايف على الجدة لا يحصل لها حاجة لو عرفت الخبر. الجد مات فجأة، يا ترى في سحر في الموضوع؟ الشكوك بدأت تحوم حوالين ناس شغالين في الأرواح، والكل بيتساءل لو مستو ليها علاقة بالموضوع ده ولا لأ. لأ، البنت دي حالتها صعبة وشكلها هتموت قريب. في ناس شايفين إن طاقتها بتخلص وممكن تقع في أي لحظة، بس هما ما يعرفوش إنها قطة ب7 أرواح. لازم نرجع نبلغ المعلم باللي بيحصل. الغموض بيزيد وفي نفس الوقت مستو بدأت توري شبابها العين الحمراء في التدريب. ركزوا، اللي مش هيتعلم هيفضل واقف قدام الحيطة ساعة. وأخيراً اللحظة اللي الكل مستنيها، مستو هترقص. الكل حبس أنفاسه عشان يشوفوا إبداعها اللي بيخطف القلوب. يا خرابي على الجمال، الرقصة كانت خرافية. مستو سألت عن كمبيوتر وعايزة تدخل على النت عشان تدور على بلاوي قديمة تخص الجوائز والمسابقات. شكلها ناوية تفضح حد. يا سيدي كيو، مستو طلبت تبدل مرتبها ب10 سبايك ذهب. الخبر وصل للمدير وده أكد له إنها فعلاً معاها كائن تيهيو ومحتاج طاقة الذهب عشان يلم جروحه. خلاص ادوها مرتبها كله سبايت. تشو كيو وافق فوراً، أصلاً الذهب قيمته فيه، وبصراحة مستو يليق عليها الغالي كله. إيه اللي يليق عليا؟ مستو دخلت فجأة وسألت. تشو كيو ارتبك وقالها ما فيش، كنت جاية أشوف أعصاب رجلك وأديك الدواء. البطلة ضحكت وقالت الدواء جه في وقته والحكاية لسه بتبدأ. قلت له عضلاتك بقت تمام وديت ألمسه، قال لي ما تتحركيش وما تلمسيش الأماكن دي. فهمت خلاص، المناطق دي حساسة عندك وممنوع اللمس. تمام يا سيدي. قلت له بص يا بطل، هبدأ أعالج منطقة الفخذ دي. وفجأة ظهر كائن غريب بيبرطم وبيقول هو أنا رجلي قصيرة وتخينة ولا إيه؟ الكلام ده بيفكرني باللي كان بيقوله الدكاترة الكبار زمان. وجع رجلك ده غريب جدا ومختلف عن أي شلل شفته قبل كده. بقالك سنين مشلول بس عضلاتك لسه فيها حيوية ومشدودة، حاجة تجنن بجد. قال لي أنا بتمرن طول الوقت عشان كده صعبة. قلت له ما تقلقش، مادام قلت هخففك يبقى هخففك. دخلت ارتاح في الأوضة اللي سابها لي، بس حسيت إن ريحة المدير بتديني إحساس غريب بالأمان. أمان إيه يا بنتي؟ أنت هتصاحبيه ولا إيه؟ الحيوان اللي معايا بيقول لي كأنه بابايا. يا واد اهدى وبطل أحلام، أبوك واقف قدامك أهو. المدير ده شخصيته قوية قوي، والقليلين اللي يدوا الإحساس بالأمان ده. بس لحظة، الكلب اللي اسمه بيتش كانهو ده، الحاجة الوحيدة اللي بتخليه يحس بالأمان هي ريحة الذهب، صح؟ الدنيا بقت صعبة قوي يا جدعان. وفجأة
جالي إعلان إن في شركة عايزاني أعمل اختبار تمثيل بكرة الساعة 2 الظهر، والشركة قدمت لي إجازة خلاص، والمكان عند خونغ ترونغ نينا زميلتي القديمة، الباقي فكك منهم. بس البنت دي فعلا جميلة. قلت لنفسي أنا هبقى قمر بعد الميك اب. تفتكروا إيه؟ دي خونج ترونج نينا، نجمة فرقة تينا خونجي. في غرفة الاستراحة بتاعت شركة الإعلانات كانوا بيجهزوا الفنانين اللي جايين عشان دعاية لبس تاي جونج ديت نيجويت، والتقسيم كان على حسب المستويات A و B. بكرة الأولوية لمستوى A، والزحمة كانت رهيبة عشان الماركة دي تبع شركة لآن الكبيرة. والمخرج المساعد كان شايف إن شخصيتي مش لايقة على البراندر خالص، وزيادة على كده عندي انتي فانز كتير وسمعتي في السوق مش ولا بد، مع إني لسه تابعة لشركة تيك جي آي. المخرج كان عايز يخلص مني بأي طريقة ويعمل الاختبار شكليات بس، وفجأة لقيت نينا جاية وبتديني سكاكر عشان هبوط السكر. يا ربي على حنيتها، اللي هيتجوزها ده أمه ده عياله. جسمي ده فعلا كان تعبان ودايما مهبط، وده كله بسبب إن حظي وقوتي كانوا بيتسرقوا مني. افتكرت صاحبتي القديمة وقلت والله لارجع حقها تالت ومتلت. وفجأة الموظف جالي وقال لي يا آنسة، في أوامر من فوق إنك لازم تمسح الميك اب فوراً. قلت لنفسي أنا أصلاً مش هتحب، خليني أمشي أحسن. كنت عايزة أخلع وأروح أضرب حتة هوت بوت محترمة، بس صاحبتي صممت تعملي شاي بالأعشاب بعد ما خلص. المهم، في أوضة فاضية أمشي فيها حالي، البنات اللي هناك بدأوا يتنمروا عليا ويقولوا شايفة نفسها على إيدي، أكيد وشها يقطع الخميرة وخايفة تمسح الميك اب. واحدة منهم بعتت صورتي لصحبتها عشان تسيح لي نهوك دونغ، الموديل المغمورة دي كانت عايزة تفضحني. بس أنا كنت مستغربة، ليه فجأة عايزيني أمسح الميك اب؟ سألت الموظف، قال لي إن في حد تقيل قوي شاف صورتي وطلبني بالاسم إني أمسح الميك اب وأدخل له. طب ما كان يرفضني وخلاص ويريحنا. طلعت الحكاية كبيرة. اللي طالبني هو المخرج والديزاينر العالمي كوك لان فان، ده واخد جوايز وهو عنده 22 سنة بس، وطلباته في الجمال تعجز أي حد. أنا بدأت أصدع وعايزة أروح. الموظفة قالت لي ما تقلقيش، أنا هساعدك تمسحي الميك اب. الحقيقة إن كوك لانفان ده أكتر واحد ندمت إني عرفته في حياتي اللي فاتت. كان دايما يصحيني من الفجر عشان أعلمه تصميم وتمثيل. كانت أيام سودة بجد، مش عايزة أفتكرها. يا رب بس ما يعرفنيش وأنا في شكلي ده. دخلت مكان الاختبار وكل البنات اللي هناك حاطين ميك اب تقيل قوي، لدرجة إن المخرج المساعد استغرب وقال هو أي حد بقى يجي يقدم دلوقتي ولا إيه؟ المخرج لان فان ما كانش مهتم بأي فنانة من أي شركة، وكان جاي بس عشان يشوف الفنانة البشعة اللي الكل بيتكلم عليها دي. ولما دخلت الأوضة طلب مني أشلع الماسك، وفعلا طلع هو. اللحظة الحاسمة بدأت، الكل كان مستني يشوف الوش اللي يقطع الرزق زي ما اتقال على النت. بس لما قلعت الماسك الكل اتصدم، البنت طلعت قمر وبشرتها تخطف العين. المخرج سألها بذهول انت عملتي ايه في وشك؟ ردت بكل ثقة ده وشي الحقيقي يا فندم. حلو قوي، امضي معاها العقد فورا. يعني أنا وشي قمر بس تمثيلي على قد حاله، والمخرج لسه متمسك بيا. الحقيقة إن اللي بره دول جمالهم ما يتقارنش بيا، كلامه منطقي وما أقدرش أكسره. بس خلي بالك، أنا في الوسط الفني عندي جيش كارهين. الوسط ده محتاج موهبة مش بس وجوه إعلانية. براند زي بتاعكم لو اختارني ممكن الكارهين يقلبوا الدنيا عليكم ويبوظوا السوق خالص. ماركة لانش دي أكبر من إنها تعتمد على نجمة عشان ترفع مبيعاتها. بصراحة أنا عايزة أعيش أنتخة، ومش عايزة وجع دماغ وشهرة تلحقني في كل حطة. خرجوا الناس اللي برا وقولوا لهم مفيش انترفيو تاني، الكل يمشي. المخرج قال لي انتي شبه حد أعرفه قوي. بجد هو في حد في الدنيا في حلاوتي وطعمتي كده؟ مش بالظبط، الملامح والسن مختلفين تماما، بس الشبه الوحيد إن أول مرة شفتك فيها انتي وهي كان عندكم 18 سنة. نفس الروح ونفس البداية. الإحساس اللي وصلني إنه جمالكم حامي ومتمرد، وبنفس الطريقة كلامه فكرني بمهمتي وأنا عندي 18 سنة. بس هي راحت فين؟ بقالها 4 سنين مختفية
وما فيش عنها أي خبر. هي كانت عبقرية في التمثيل وفي التصميم كمان. تعرفي براند لان؟ دي أشهر ماركة لبس وشنط في العالم دلوقتي، وكل الناس بتعملها ألف حساب. تحت إيدها مصممين عالميين، وهي الشركة الوحيدة اللي قدرت تنافس ماركات أوروبا وتكتسحهم، لأن دي تسمت على اسم صاحبتي اللي أنقذت الدنيا قبل ما تنهار ووصلت القمة. لانغ وان لانغ، ده اسم أختي. المهم، تعالي نتبادل أرقامنا. المخرج سألني تحبي تمثلي؟ ممكن نكسر الدنيا سوا؟ قلت له في سري فكك منه، مش وقته خالص. قال لي فكري تاني، الأجر مش عالي قوي. قلت له مش عايزة أفكر. بس لما قال إن لو وافقت الأجر هيوصل ل50 مليون، قلت له فوراً تم. الفلوس ليها سحر يا جماعة. الناس بره اتجننت، جايين من آخر الدنيا عشان تجارب أداء، ودلوقتي تروحونا؟ المخرج رد ببرود، خلاص اخترنا. كنت عايزة أعرف مين دي اللي أحسن مني وقدرت تخطف الدور. سألتني إيه الأخبار؟ قلت لها تعبانة، دماغي وقلبي بيوجعوني. افتكرت إن حد ضايقني جوه، بس فاجئتها وقلت لها أنا اتقبلت في الدور خلاص. أنا السمكة المسكينة اللي اتجبرت تقوم وتشتغل. لازم تأكليني أكلة حلوة عشان تصالحيني. صاحبتي فرحت وقالت لي دي فرصة العمر، مبروك يا قمر. ها؟ مضيتي العقد؟ العقد اللي مضيته مع الشركة كان ظالم جدا، باخد نسبة 1:9 بس. قلت لها أنا ناوية أفسخ العقد ده. قالت لي مستحيل، الشرط الجزائي رقم خيالي يودي ورا الشمس. قلت لها لو قررت أقف على رجلي تاني هتيجي معايا؟ ضحكت وقالت بلاش أحلام، انتي حتى مش عارفة تطبخي. رديت بثقة أنا بعرف أعمل كل حاجة إلا الطبيخ. فجأة حصلت دوشة، حغم عليه. توتو افتكرتها بتمثل، بس لما فحصتها لقيت نبضها ضعيف جدا وبيموت. مفيش حل غير إني أضغط على نقط معينة في جسمها عشان إلحقها. اطلبوا الإسعاف فوراً، دي أزمة قلبية. الست توتو دي كانت مخبية وشها بالماسك والمكياج عشان محدش يعرفها، بس أنا كان لازم أنقذها الأول مهما كان. كنت مصممة أشيل الماسك ده وأعرف هي مين، وبسرعة وهي مش واخدة بالها النبض رجع تاني وبقى طبيعي. شفت يا نين؟ دي اللي بتمثل بجد مش أنا. شفت الست دي في موقع التصوير قبل كده؟ باين إن بينها وبينك حوار كبير. قلت لها معرفهاش، بس من لبسها وشياكتها باين إنها حد مهم جدا وواصلة. هتبقى كويسة، يلا بينا ناكل. سألتني انت بتفهمي في الطب؟ قلت لها اتعلمته في لعبة. ورحنا ناكل أحلى أكلة هوت بوت في مكان التصوير، كان طعمها يجنن. في حركة رأس هنا شبه وان لانج بالظبط. فجأة الكل سكت. آنسة توتو وصلت. مالها دي داخلة سخنة كده ليه؟ هي شربت دوا غلط ولا إيه؟ وسألتني عن فان لانج تاني. مين ما يعرفش فان لانج؟ دي اللي واخدة جايزة كلين للإنجاز مدى الحياة. دي أعلى جايزة في الفن، وفي 100 سنة 5 بس اللي خدوها، وهي الصينية الوحيدة وسطهم. في عالم الفن فان لانج دي في حتة تانية خالص، ومحدش يقدر يوصل لمستواها. قلت بكل بساطة هي شاطرة قوي وعايزة أتعلم منها. الكل استغرب من هدوئي. الرقصة اللي رقصتها توتو المرة اللي فاتت كانت تقليد أعمى لفان لانج. لما سألوا عني البوليس جه. يا حضرة الضابط، هي دي اللي خبطت أختي وهربت. عايزة تخلع من المسؤولية؟ خدوها. إيه الهبد ده؟ الضابط قال لي المريضة بين الحياة والموت ولازم تيجي معانا القسم والتحقيق فوراً. استنوا لحظة، جالي تليفون. يا عمو كيو، الحقني، أنا في ورطة ومحتاجة بطل ينقذني. قعدت أدلع عليه عشان يجي يخلصني من المصيبة دي بسرعة. قلت له لو ما جيتش قلبي هيتكسر ومش هعرف أحب تاني أبداً. كنت بضغط عليه بكل الطرق الدرامية عشان يجي يلحق بنت ال18 سنة الغلبانة. مستر كيو وصل بهيبته المعتادة. في المستشفى الكل كان شادد أعصابه، والضابط بيحاول يهدي الدنيا. لسه ما فيش دليل إني أنا اللي خبطتها، الست اللي جوه دي هي الدليل. حتى لو طردت الإسعاف ده مش هيغير إنك المجرمة. لو جرالها حاجة 100 روح منك مش هتكفي تمنها. رديت ببرود لو بتقولي إني خبطتها فين دليلك؟ البنت خديجة اتجننت من طريقتي، وفجأة الممرض خرج وقال
العملية نجحت والمريضة هتبقى كويسة أول ما تفوق. اتصدموا؟ لما تفوق هتقول الحقيقة. البوليس أكد إننا هنسألها أول ما تستقر. قلت لهم سمعتوا؟ دلوقتي هتعرفوا مين الكذاب ومين اللي اتبلى عليا. بس خلي بالكم، أنا مش هسيب حقي في التشهير ده. الدكتور خرج وقال لي لولا إنك عملت لها إسعافات أولية صح كان زمانها ماتت. انتي بطلة بجد. الدكتور كان عايز يتعلم مني. بس سألت الضابط اللي بيعمل بلاغ كاذب وتشهير عقوبته إيه؟ يتحبس؟ توتو بدأت تتهته وتقول أنا بس كنت خايفة عليها. يا سيادة الضابط ده سوء تفاهم وخلاص اتحل. جريت تهرب من الموقف. الدكتور فضل ورايا وعايز يتعلم مني أصول الإسعافات دي في أقرب فرصة. قلت له ماشي. فجأة حد قال لي شكرا إنك أنقذتيها، خد 100,000 جنيه دول تمن تعبك. قلت في سري ياه، مبلغ ضخم قوي، ده انتوا أغنية بشكل مستفز. قالت لي يا بنت عيلة تال مطرودة جاية تتنططي علينا؟ رديت عليها على الأقل بتنطط على ناس متخلفة زيك. حقيقي شوية ناس عقولهم في إجازة. يا زعيم إيه اللي جابك هنا؟ بص عليا واطمئن إني كويسة. قلت في سري لو انت قررت تبقى قاسي يبقى ما تلومنيش على اللي هعمله فيك. كنت عايزة أردله الألم ألمين وعضلات بطنه. يا نهار أبيض، كانت حاجة تانية خالص. إحساس إيدي وهي عليه كان يخوف. دي حاجات مش مسموح لي أشوفها أصلاً. أنسة توتو، المرة الجاية ما تسكتيش ليهم. كلمي مستر كيو فوراً. قلت له ما تقلقش، أنا بس كنت بختبر مهاراتي الطبية، ولو حصل غلط مع الزعيم هتبقى مصيبة. عيلة تامر مش هيسكتوا. بس أنا مش هسيب حقي. تمتام ما بيحبش يرد الأذى، بس لما حد يدوس على طرفك لازم تفرمه عشان ما يفكرش يكررها تاني. ظلمتوني، أنا كنت بسأل. بس الحقيقة إن مستر كيو وهو متعصب بيبقى مرعب. للأسف اديتهم فرصة وهم ما تمسكوش بيها، ودلوقتي جه وقت الحساب. يا خان، عمو كيو هو الوحيد اللي يقدر يحميكي. ما كنتش فاهمة إيه حوار العمو ده، بس طلب مني طلب غريب. ممكن ما تبلبيش وشك بالمكياج تاني؟ سألت ليه؟ قال لي وشك وهو طبيعي مع مستر كيو بيعملوا ثنائي ملوش حل، والجمال الزايد ده بيجيب مشاكل وتدخلات من ناس تقيلة في الوسط. يا بنتي عمو كيو ده البنات هتموت عليه رغم إصابة ريبلو. انتي ما تعرفيش فانخي؟ دي سابت الكل وبقت بتجري وراه هو وبس. فانخي دي بتمثل الرقة والأدب، بس في الحقيقة هي وكل اللي زيها حرباء وعايزين يوقعوا مستر كيو في شباكهم بأي طريقة. بقولك إيه يا كوين، أنكل تيشو ده ملوش في الستات خالص. تفتكري يكون مش تمام؟ يا لهوي، الحقيني ده ورايا. اتقفشت خلاص، الأنكل سمع كل حاجة. يا نهار أبيض، هيطردني من المدينة؟ لا يا أنكل والنبي بلاش، أنا عايزة أفضل جنبك ومستعدة أعمل أي حاجة. يا جماعة سيبوه في حاله. كوين الحقينا. بجد يا أنكل أسفين، مش هنتكلم في خصوصياتك تاني. ده أنت البوب، أنت الأسطورة. ما تبقاش قفوش بقى وخليك ريلاكس. البنت دي لسانها بينقط عسل، تمثيل ملوش حل، وبتاكل بعقل الواحد حلاوة. بس للأسف الأنكل طنش ومشي. كوين، انت بجد صوتك واطي قوي. لازم أردلك الجميل ده. هات الموبايل هنا، عايزة أشوف جروبات الكارهين بتاعتك. ليه لسه ما ماتتش؟ هي مين أصلا عشان تعيش؟ بجد غل وسواد مش طبيعي. الموضوع قلب بجد، أنا بقيت من الفانز خلاص. بس استني، هفضل في الجروب عشان أكون جاسوسة ليكي وأنقلك الأخبار أول بأول. يا واد يا جامد، حوار مثير قوي. شوفي البلاوي اللي بيقولوها النهاردة. الحقوا يا جماعة، توفو هوين اتقبض عليها الساعة 2 الظهر عشان خبطت واحد وهربت. بيقولوا الشخص ده حالته خطيرة وفي المستشفى دلوقتي. المرة دي وقعتها سودة ومنيلة. يلا يا جماعة نحتفل بخراب بيتها واعتزالها الفن قريب قوي. دي واحدة ما عندهاش دم ومريضة، إزاي تعمل كده؟ هاها، أصلا هي جهلة وملهاش مكان في الوسط الفني. اللي هيدي عيدية وموزع شربات عشان اعتزالها يقول أنا. ليه الكل بيقول إنك في البوليس؟ والمنتجين كمان قلبين الدنيا وقرروا يطردوها من البرنامج. قال إيه ما تنفعش تكون مدربة ولازم تغور من تيونين تانسوان. يا جماعة اهدوا، هنفهمكم كل حاجة في وقتها.
يا مدام فونج، انتي مديرة أعمالها، هتعملي ايه في الكارثة دي والناس اللي هتاكلنا؟ الشركة قررت ترفع ايدها ومش هتدخل. اتصرفوا انتوا. المخرج قرر يطلع البرنامج ضحية، وإنهم اتخدعوا فيها من البداية لغاية النهاية. عايزين يمصوا دمها ويستغلوا اسمها لآخر لحظة قبل ما يرموها. وتاني يوم البطلة وصلت بكل برود. بتعملي ايه يا نجمة في الوقت ده؟ بجمع أدلة وبسجل عناوين الآي بي بتاعت أبطال الكيبورد اللي شتموا، هحتاجهم بعدين. خلصت. البرنامج لسه مقلوب عليك يا فنانة والكل بيقطع فيكي. عادي، المهم عندي الطلاب بتوعي ومستقبلهم. وفي أوضة الرقص المدربة لوم بتحاول تسرق طلابها بكل بجاحة بحجة إن توم مجرمة وما بقتش تنفع تعلم حد. جاية تخطفي طلابي وأنا مش موجودة؟ بجد ما عندكيش دم. يا لام شكلك كده وزنك خفيف قوي وكلامك أهبل. كنت فاكرة إني في السجن يا حبيبتي. اللي بيألف إشاعات هو اللي مكانه ورا القضبان، صح ولا أنا غلطانة؟ الطلاب فرحوا برجوعها، ولام حاولت تهرب وتخلع. بس على مين؟ فاكرة إنك هتغلطي وتمشي كده بالساهل؟ لا يا روح ماما، مفيش اعتذار ببلاش. أنا عايزة تعويض وبمبلغ محترم يخليكي تفتكري الأدب. ألو؟ يا كوين، انتي مش قلتي إنك شفتيها بتخبط الراجل بعينك؟ إزاي خرجت ورجعت تاني كأن مفيش حاجة حصلت؟ مش ممكن، أكيد في حاجة غلط. دي خبطت واحد من عيلة تيران التقيلة. إزاي لسه برا؟ أكيد العيلة ما عندهاش دليل كفاية. يا خسارة، فلتت منها المرة دي. لا استني، أنا صورتها بس وشها ما طلعش واضح. يا نيوك دونج، برافو عليكي. انتي كده بتنظفي الوسط الفني من الأشكال الضالة دي. البت طالعة بكل ثقة وبتقول أنا شفتها بعيني وهي بتخبط وتهرب وبتحلف كمان ومستعدة للمساءلة القانونية. تفتكروا بتكذب؟ ولا ده حوار بجد؟ الناس بدأت تصدق. معقول موديل مشهورة تكذب الكذبة دي؟ الكل بيسأل بغل، إمتى بقى توفو هوين هتختفي من حياتنا وتغور؟ الصورة دي هتنهي مسيرتها للأبد وتخليني قريبة من عيلة تران. ضربة معلم وعصفورين بحجر. خليني أشوف الناس بتشتمها إزاي وتطلع غلها. يا تو، انتي قلتي إنك شفتي بعينك، صح؟ طيب خدي المفاجأة دي. أنا معايا فيديو بيوضح الحقيقة كاملة ومن كذا زاوية. ها؟ وشك جاب ألوان ليه؟ تحملي بقى نتيجة كلامك قدام القانون يا شطرة. أنا مستنياكي يا نيوك دونج. البنت بدأت تترعش وتطلب المساعدة، بس خلاص وقعتي في شر أعمالك. أساعدك إزاي وانتي ورطتي نفسك في كذبة سودة؟ الحقيقة ظهرت تو هي اللي أنقذت الراجل، والناس بدأت تفهم إن نيوك دي ما عندهاش عقل وماشية ورا هواها. هي مين أصلا نيوك دي؟ موديل درجة 18 وعايزة تتشهر على قفا غيرها، وشكل لام كوين هي اللي ورا الحوار ده كله وهتلبسها في الحيط. يا غبية، جرتني معاها للقاع. لام بدأت ترسم دور الضحية وتقول لجمهورها أنا ما كنتش أعرف، أنا بس كنت خايفة على مصلحة البرنامج. تمثيل رخيص قوي. ما تخافيش يا تو، نهارهم اسود، أنا خلصت من الحوار ده. بس استنوا، البطلة بدأت تستغل الموقف وتعمل فلوس من الإعلانات ومن ترند الفضيحة. الكل فاكرها فرحانة، بس هي مش ناسية اللي حصل. المخرج عايز نمشي؟ طيب اتفضل برا. الوسط الفني ده غابة والعدل فيه معدوم بجد. عشان ما عنديش واسطة عايزين تكسروني. طيب فين الواسطة بتاعتكم؟ مش باينة ليه؟ لام، فاكرة إن رجليها حلوة؟ طيب إيه رأيك أكسرهولك عشان ترتاحي خالص؟ أيوة كده. الحقيقة بدأت تبان والكل طلع يعرف بعضه ومخططين للعبة قذرة من البداية. أوبس، الموبايل وقع من إيدي، أصلي متوترة شوية. تو، انت بجد زودتيها قوي. ازاي طالبة تتدخل في شغل المدربين وتعدل عليهم؟ من امتى والطلاب بيتحكموا فينا وبيمشوا كلامهم؟ الكل خايف على مكانه، بس تو فاجأتهم وقالت نسيت أقول لكم، أنا سجلت كل كلمة قالت في القعدة دي. يا مدام لام، الدنيا دوارة. عيلة تاو تشو هم اللي بيحكموا، وعيلة تران دي لسه طالعة جديد وفلوسهم مش كل حاجة في البلد دي. عيلة ترام بدأت تتشهر، بس أنكل شو لسه ما لمسش حد، والكل بدأ يترعش من اسمه. بس مين بقى اللي كلمته بتمشي في توز جيو بجد؟
تاني يوم في المستشفى. يا خبر، انت المدربة تو؟ استني بس يا طنط، لازم أقيسلك النبض واطمن عليك الأول. لولا إنك كنت موجودة ما كنتش فقت أبدا من الغيبوبة دي. الست ترام بتشكرها، بس قرايبها الحربويين بيحاولوا يطردوا تو بكل قلة أدب. خسرتونا 300 مليون جنيه بسبب غبائكم وكبركم. انتوا عرفتوا انتوا وقعتوا مع مين؟ عيلتنا بتتدمر بسبب تصرفاتكم السودة دي. أنا آسف يا تو بالنيابة عن عيلتي. أختي دي غبية ومعرفش بقت كده إزاي. تو ردت بكل ثقة، أنا ما بردش على المتخلفين، أنا بضرب على طول. ده علاج ليك يا طنط، هيساعدك تخفي وترجعي أحسن من الأول. أنا لازم أمشي دلوقتي عشان ورايا شغل مهم في الشركة. سلام يا قمر. في الكواليس، الأغبياء دول بعتولي ليه فجأة؟ أكيد عايزين يترجوني عشان أسامح لام كوين وألم الدور. بعينكم والله. يا مدربة تو، اسمعينا بس للآخر قبل ما تاخدي قرار. مش عايزين شوشرة في البرنامج. امضي على ورقة الصلح دي وخدي تعويض. 2 مليون؟ ده ما يديش 10 مرتب لام. انتوا فاكريني هبلة ولا ايه؟ الموضوع ده تمنه أغلى بكتير. يا بنتي ده أحسن عرض البرنامج ممكن يقدمهولك. بطلي بقى شغل الطمع ده وما تسوقيش فيها قوي. عايزين تدوروا على لمياء؟ طب وروني وشكم بقى. التربيزة دي خشب أصلي وبربة رجل واحدة مني اتفركتت وبقت فتافيت. روحي قولي للكبار اللي مشغلينك ييجوا يخلصوا معايا، وإلا والله لهسحل اللمياء دي في المشاكل وهغرقها. الكلام واصل؟ تمام، هستنى الأخبار الحلوة في قاعة الرقص. يا ترى توتة كويسة؟ ما تقلقوش، أنا اتدربت كويس وبكرة هكسر الدنيا. خلاص يا جماعة، كل واحد يروح على تمريناته. أنا هحاول أكلم معارف القدام مع إني نسيت كل حساباتي، بس مش مشكلة، الذاكرة عندي حديد وهفتكر كل حاجة. يا ترى الناس اللي أعرفهم أنت تعرفيهم؟ غالباً استنوا بقى لما أكلمهم ونعمل خطة العودة من الموت. ها خلصتوا؟ يلا بينا على الأكل، أنا واقعة من الجوع. نورة قدمت اعتذار للبرنامج بس الشركة مش عايزة تصالح، وأنا كمان مش هصالح، والترند اللي كان عليها على ويبو اتمسح. تفتكروا هتعمل إيه تاني الحرباية دي؟ يا نورة روحي اعتذري لها أحسن. لمياء ما تقلقيش، أنا زبطت الدنيا مع المدير. بس غريبة، بصي كده الفيديو اللي نزل ده. إيه ده؟ انت بتطلبي مني أشوف القرف ده؟ نهار أسود، إيه اللي بيحصل ده؟ الفيديو بيقول إن لمياء هي اللي بتتنمر على نورة. الدنيا اتقلبت. إزاي ده حصل؟ دي اشترت كل الحسابات ومسحت كل الأدلة ضد توتة وما سابتش الهوا. يا عيني، مش ده صوت لمياء هانم وهي بتشتم؟ فيديو التنمر اتسرب ووصل لكل الناس. إزاي وأنا مسحة كل حاجة؟ معقول في حد تقيل وراها؟ يا لمياء، انت كنتي بتهدديني من شوية. تفتكري مين اللي هيطرد من البرنامج دلوقتي؟ البوس مش بيرد؟ دي شكلها آخر مكالمة ممكن تستلميها منه. أنا قلتلك لسه الحساب بينا طويل قوي. توتة دي جنمتنا، عملت بيت لتامر وبتقول إنها عايزة تنشر فيديو فضحتها بنفسها. انت عبيطة يا بنتي، أسهم الشركة وقعت في الأرض بسببك. أنا بقولك انت ضاعتي يا لمياء، فاكرة نفسك نجمة وانت بتتنمر على زمايلك؟ اعتذري دلوقتي حالا وإلا الرعاة هيسحبوا فلوسهم وهتدفعي 200 مليون جنيه تعويض. معاكي المبلغ ده؟ لا هعتذر حالا، هروح دلوقتي. اخلصي بسرعة، ولو توتة ما قبلتش الاعتذار جهزي شنطتك وادفعي اللي وراكي واللي قدامك. يا سيادة المدير، تفتكر هينتقموا مننا؟ سيبك منهم، دول شوية أراجوزات، الموضوع لسه مخلصش والتقيل جاي ورا. نورة نزلت بوست بتقول: أنا آسفة على كل اللي حصل لتوتة، ومن هنا ورايح هلم لساني وهخلي بالي من تصرفاتي، يا رب تسامحوني. ولمياء كمان نزلت اعتذار رسمي بعد 20 دقيقة. لمياء بتقول: أنا آسفة إني شغلت الرأي العام بمشاكلي مع توتة، اللي حصل كان سوء تفاهم، وأنا بعتذر للجمهور ولبرنامج شباب وبنات وهتعلم من غلطي ده. البرنامج نزل اعتذار لتوتة وللجمهور عشان ما عرفوش يديروا الأزمة من الأول، وبيشكروا كل المدربين والمتسابقين، وهنحاول نحقق أحلام الشباب في الفن. شركة ترفيه السما نزلت بيان بتقول إن الخلاف اللي حصل بين فنانتنا توتة ونورة من شركة هوا خلص خلاص بالتراضي، وإحنا قلبنا كبير ومش هنرفع قضايا. أنا قلت من الأول إن الشركة مش هتسكت، بس حركة توتة إنها تسيب الموضوع يعدي كده غريبة.
دي شكلها ناوية على حوار كبير، والناس فاكرة إن الموضوع خلاص. خلاص يا جماعة، فضوها سيرة. دول شكلهم بيعملوا شو مع بعض عشان الترند. اعتبروا خلاص. ولو توتة لسه زعلانة تروح تبلغ البوليس بقى. بجد مش عايزة مساعدة مني؟ ده هيأثر على التصوير بتاعنا. أنا عندي فكرة. شكرا، مش عايزة. سلام بقى. فعلا ما كانش لازم أرد على مالك الراغي ده بالليل. بلوك سريع بقى. لسه شغال لحد دلوقت؟ شفت اللي حصل على النت؟ محتاجة حاجة؟ إيه يا بوس؟ ناوي تخليني أعتمد عليك ولا إيه؟ خلاص ماشي، هعتمد عليك المرة دي. مش مشكلة. لسه عندي حركة أخيرة. شعرك نكش خالص. يا تيتو روح عضه. إيه ده؟ هو شعري ماله؟ ومالت؟ خلاص اتلم شوية. عايز تلمس شعري تاني؟ ممنوع اللمس. انت محظور دلوقت. خلاص أنا ماشية. يا بوس، روح نام بقى عشان صحتك. تصبح على خير. يا عيني يا تامر، شكلي بوظتلك هبتك خالص. وتاني يوم الشركة نزلت بيان جديد. فريق توتا بقى مسدود تماماً، والشركة بتاعتها باعتها خلاص. ضاعت البنت. الحمد لله ما وصلناش للمحاكم، وممكن بعد كده تطلعي لايف تبيع منتجات وخلاص. أنا رتبت كل حاجة. تمام، عرفت. أنا لازم أشوف الحفلة دي بنفسي. انت جاي تتفرجي على مين؟ يا بوس، هي دي اللي ضربتها. فاكرة نفسها حاجة كبيرة قوي. انت مين يا جدع انت؟ الاتنين دول باين عليهم العز من لبسهم. هي توتة تعرف الأشكال دي منين؟ ومين انت عشان تسأل عن هوية البوس؟ الكبار قالوا أولاً ما تظهريش جنب توتة تاني، وثانياً انسي إنك تلاقي شغل، ويا رب القعدة في القسم تعجبك. انت بتقول ايه؟ الشركة صالحتنا خلاص. البوليس ماله ومالنا. يا آنسة، انت مطلوبة في قضية تشهير ونشر إشاعات. اتفضلي معانا للتحقيق. ايه؟ مش ممكن. شكراً يا ست نورة على الحفلة دي، استمتعت جداً. أما موضوع الإشاعات اللي طلعتيها عليا فالبوليس هو اللي هيتصرف معاكي. وبعدين أنا لا قبلت اعتذار ولا نيلة، والبوستات دي تبلوها وتشربوا ميتها. اللي عايزني أسامحه يجي يوريني هتعملوا إيه فعلاً. يا لمياء، ما تحلميش إنك تخلعي منها بسهولة. توتة طلعت ناشفة قوي، والمديرة فؤادة جاية تسأل إيه اللي بيحصل. أنا سبتك أسبوعين بس عملت كل الكوارث دي ليه؟ يا فؤادة امسحي البوست ده واعتذري، الشركة شكلها بقى وحش قوي. أنا مش عيلة صغيرة عشان تطلعي غلك فيا. يا فؤادة هدي نفسك شوية. يا أنيسة، أنا جاية أعتذر لك مخصوص. ممكن تسامحيني المرة دي وامسح البوست؟ لو عندك نية فعلا روحي عيشي مع نورة في السجن وبعدين أفكر. ها، إيه رأيك؟ مش عاجبك؟ طب يلا مع السلامة، الباب يفوت جمل. يا لمياء، اتفضلي اطلعي برا. يا تامر، انت نسيت اني فؤادة هنا؟ توتة قالت برا يعني برا. يلا يا شطار على برا. يا توتة، انت بتخسري ناس تقيلة قوي في المجال، هتكملي ازاي؟ هوريكي انا هعمل ايه. لو ما خرجتوش دلوقت انا اللي هخرجكم بطريقتي. بوم. نورة اتقفشت وهي بتستعمل طرق شمال عشان تطلع، وصورها ملت النت، وكمان حساباتها كلها اتقفلت. مش هسيبك تتهني أبدا يا بوس. احنا لسه ما عملناش حاجة وحسابات نورة اتقفلت لوحدها، وحتى الاي بي بتاعها اختفى. دي حركة ما يعملهاش غير حد من منظمة تي 18. المخابرات الدولية دي هي اللي دايما واقفة في زورنا، وبقالنا سنين مش عارفين نخلص منهم. فاكر من كام سنة لما كانوا عايزين يجوزوا حد للبوس؟ لا طبعا، مستحيل. تفتكر اللي عمل كده محقق من تي 18؟ المنظمة اللي أخوك الكبير عملها وبقت أهم جهاز معلومات في العالم؟ ده حتى ضحك علي عشان أشارك معه. والله لأعلمهم الأدب. انت سمعتي عن المنظمة دي قبل كده؟ دي مجرد حروف إنجليزية ملهاش معنى، مش كده؟ أكيد مش منظمة مخابرات ولا حاجة. النهاردة كله تمام؟ أنا زي الفل، وما تقلقش. أنا لقيت اللي قفل لها حساباتها. لقيتي مين؟ أجرت هاكر من موقع بيع حاجات قديمة. الراجل كان محتاج فلوس عشان يشتري كوكاكولا، فعمليه سعر لقطة. الصراحة طلع ابن حلال وكلامه مريح. يا توتة، انت بقيتي قوية قوي. لولا إني اتدربت كويس ما كنتش استحملت الوقعة دي. تمام يا فندم، أنا بس كنت بجرب شعور إني أقرب من توتة، وطلع شعور يجنن. جربت خلاص ومستني الأوامر يا بوس. ركزوا معايا يا جماعة، أنا بحلف بالسما
إني مش بفكر في المدير بتاعي بطريقة مش تمام خالص. أنا عيني على فلوسه بس، والمكان هنا ممنوع حد يدخله من غير إذن البرنامج، يعني مفيش دخول لأي حد غريب. انت كل مرة تتأخري وما يهمكيش القوانين. فاكرة المكان هنا بيتك ولا إيه؟ يا ست تو، هتدخليني معاكي ولا الحوار فيه مشاكل؟ ولا أنا ممكن أدخل عادي من غير صداع؟ يا نجمة، يا كبيرة، يا مومو، ممكن نتعرف على المتدربين اللي معاكي؟ طبعا، اتفضلي معايا، بس بجد يا ست تو، ليه ما عرفتناش عليها من بدري؟ معلش يا فنانة، حقك علينا لو قصرنا في واجب الضيافة. أنا بقالي سنين في الشغلانة دي، وشفت أشكال وألوان، خصوصاً اللي تمثيلهم يكسف ويخلي الواحد عايز يرجع. فعلاً، تمثيل كي زفت جداً، وبتحاول تعمل فيها بريئة وهي توكسيك. الناس مش هبلة يا حبيبتي، بصوا على سوزو دي، بجد تمثيل القردة في الجنينة أحسن منها بكتير. تودي ناوية على إيه؟ الحركات القذرة دي آخرتها وحشة وهتلبس في الحيط في الآخر، مش كده يا مو؟ فعلا عندك حق. يلا بينا نشوف المتدربين بتوعك وصلوا لإيه. يا تو، استني عليا هوريكي. في أوضة المتدربين نورتي يا فنانة، بجد تعليمك ليهم ملوش حل. انتي بس اللي شايفاهم حلوين، لسه قدامهم كتير قوي. قوموا وقفوا يلا، المخرج هينادي دلوقتي عشان تطلعوا المسرح وتوروا مو شطارتكم. يا تو، الكلب بتاعك ده شكله يضحك بالفستان، ده ذكر أصلا، ليه ملبساه بينك؟ البينك شياكة ودلع، وأنا حرة في ذوقي، فاهمة؟ يا ست تو، الحقيني، المصيبة حصلت. لبس تاديو بتاع العرض اختفى، والمخرج بيقول لو مفيش لبس لويم هو اللي هياخد مكان السنتر. يعني كل تعبنا عشان المركز ده يروح لغيرنا في ثانية ضاعت خلاص. لو ما ظهرناش في الأغنية الأساسية الحوار هيبوظ خالص. طب مفيش فرصة نأجل العرض شوية؟ أنا هكلم حد يبعت لنا لبس فوراً. العرض لايف يا جماعة، مفيش تأجيل خالص، قدامنا 5 دقايق بس ونطلع على المسرح، الوقت بيجري. يا فنانة مو، ما تقلقيش، أنا عاملة حسابي، بس ممكن تطلبي من حد يبعت لنا أطقم رياضية بسرعة؟ أنا كنت متوقعة إن فيه نفوس ضعيفة مش هيهدالها بال غير لما يبوظوا اللبس، عشان كده جهزت طقم احتياطي من بدري. أنا مش سهلة برضو يا فرج الله. ياتو، انتي بجد أسطورة. بس المخرج خلاص أعلن إن السنتر بقى له قيم، يعني حتى باللبس الاحتياطي مش هنعرف نطلع، ولو طلعنا والبرنامج قفل النور علينا يبقى كل تعبنا راح على الفاضي. روحوا غيروا بسرعة وجهزوا، ما تقلقوش خالص، هو شوية كشافات ونظام إضاءة هيقفوا قدام. تو حبيبتكم، يا تو، وريهم الوش التاني لو حاولوا يتنططوا علينا. مش انتي اللي كان مفروض تبقي مجرد سلمة في طريق شهرتي؟ ايه ده؟ ليه الإضاءة جاية غلط كده؟ بيقولوا غلطة في التشغيل. معقولة برنامج كبير يغلط غلطة بدائية زي دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش تديو لبسه ضاع؟ ازاي ظهر على المسرح دلوقتي؟ أحلام العالم كله بتنور، وأنا تديو هحقق حلمي. أمي أنا بحبك، الطريق لسه طويل قدامي، أنا بس محتاج أمسك في اللحظة دي. تديو، تديو، إيه اللي بيحصل في أوضة التحكم دي؟ ليه النور والمسرح متلخبطين كده؟ بتوع التحكم نفسهم مش فاهمين حاجة. طب اطفوا النور بسرعة، المهزلة دي لازم تقف. هو المسرح ده ملكه لوحده ولا إيه؟ العرض بدأ خلاص. سيستم الإضاءة ده زفت بجد، موبايل واحد وهيحل الحوار ده كله؟ البرنامج بيلم فلوس قد كده ومش عارفين يغيروا السيستم؟ بجد حاجة تكسف. أنا حذرتك قبل كده، اللي بيلعب بديله بطرق ملتوية الأيام بتدور وبياخد على قفاه. يا ست تو، انت بتقولي ايه؟ انت شاكة ان انا اللي ضيعت لبس تديو ولا ايه؟ تلاقي حد من فريقكم هو اللي عمل كده عشان يوقعوه ويطلعوا هما مكانه. ما تعمليش فيها هبلة، انا مش هياكل معايا الجو ده. انت عارفة عملت ايه كويس، دخلي باتا فورا، واي مصيبة هتحصل انا المسؤولة عنها. يا تو، انت ناوية تنهي مستقبلك في الوسط ده؟ انا بقولك انسي الحوار ده خالص، فريقك ده مش هيشم ريحة المسرح تاني ابدا. بجد؟ هنشوف، استنيني عند البوابة الشرقية. ادي مغفل تاني جه لحد عندي. صح، انا اللي خدت اللبس، بس تقدري تثبتي؟ انتي حظك حلو النهاردة، بس يا تو وحياة امي ما هسيبك، والمرة الجاية مش هفوتها لك. انا بجد عطيتك وش زيادة، فتحتلك سكة تهربي منها،
وانت اللي اتنكشتي. عايزة تعملي ايه؟ آي وجعتيني، دي كرسة ودن بس، والمرة الجاية الرد هيكون أضعاف اللي حصل. الكلام واضح ولا أعيد تاني؟ تديو واخد المركز الأول؟ ماشي، بس دي جابت الأصوات دي كلها منين؟ زادت 100 وكام ألف وعدت مستر ليف ثانية. لو فضلت كده هتاكل الجو مني، لازم أوقعها. بقالنا كتير شغالين مع بعض ولسه ما شفتش وشك الحقيقي، هتوريهولنا انت. ماشي، تعالي نتراهن. لو خسرت هطلع لايف وامسح المكياج قدام الناس كلها، ولو خسرتي انتي تطلعي لايف وتشيلي السيليكون اللي في وشك. يا بتهزري؟ أنا مش عاملة تجميل أصلاً. خفتي تترهيني ولا إيه؟ خايفة نتفضح يا بتوع التجميل. عايزة ترهيني على إيه يا إن عدد المتدربين اللي معايا في الآخر هيكون أكتر منك. تمام، اتفقنا. ال9 مراكز اللي البرنامج مرتبهم تحت الترابيزة كلهم عندي. عايزة تعديني؟ بجد انتي واهمة وبتضحكي الناس عليكي؟ تاني يوم، يا وشي بيوجعني قوي. يا ست لين، يا ست أنا عارفة إنك بتكرهيني، بس أنا والله بحاول أتغير. بس ليه القسوة دي؟ ليه تبوظي المكياج بتاعي كده؟ عايزة وشي يتشوه؟ أنا أول ما دخلت شميت ريحة تمثيل وبراءة قرفتني. ده أنا اللي المفروض أطلب تعويض منك، جاية تعملي حوار وتشهري بيا؟ لو كنت عايزة أذيكي بجد كان زمان وشك ده حصل فيه بلاوي أكتر من كده بكتير. يا ست المكياج ده انتي ولين بتستخدموه سوا، وهي قالت إنك كنت هنا قبل ما تمشي امبارح. لو بلغت البوليس هتترمي في الحجز وتتنفخي. أنا أصلاً مش عايزة أكبر الموضوع، بس لو اعتذرت لي قدام الناس كلها على ويبو أنا هقفل المحضر ومش هطالب بحاجة. هات المسؤول هنا. لو كنت جيت هنا ولا لأ الكاميرات هي اللي هتقول. بس في بطولة رياضية في لينتان والصالة تحت إيد آمن سيتشو، ودول مستحيل يخلوا ناس زينا يشوفوا الكاميرات. انت فاكرة نفسك مين؟ شكلها عارفة إن الكاميرات صعبة فعشان كده بتنكر. اكتمي خالص، ريحة كلامك وحشة قوي. افتحوا عيونكم دي وشوفوا كويس، أنا اللي هظبطكم. ألو يا محتاجة تسجيلات الكاميرا لأوضة المكياج رقم 13 الدور الثالث من الساعة 2 ل 6 امبارح. مفيش حد يتحرك من مكانه. 10 دقايق وكل حاجة هتتعرف. صوتك عالي قوي، معقولة مكالمة منك تخلي أمن سيتشو يسمع الكلام كده؟ مين قال إني ماليش ظهر؟ بعد 10 دقايق؟ يا ست أنا جيت ومعايا التسجيلات اللي طلبتيها. واحدة زي دي تجيب الواسطة التقيلة دي منين؟ وبناء على إيه أصلاً؟ اتفضل. أهلاً يا فندم، أنا مسؤول الخدمات في اتحاد الرياضة وجيت بنفسي أسلمك التسجيلات، مش بس أوضة المكياج، ده أنا جبتلك تصوير غرف اللبس والملعب كمان. تعبناك معانا بجد. لا يا فنانة، ده واجبنا. معقولة مسؤول كبير كده يجي بنفسه عشان خاطرها؟ هي دي وراها مين بالظبط؟ طب استأذن أنا، ولو عاوزتي أي حاجة تانية أنا موجود. اتفضل يا فندم. بصوا بقى كويس ومن غير ما ترمشوا حتى، الشخص ده شكله مش غريب عليا. مش دي صاحبة الأنتيم؟ باين كده إن تاتينج فهمت غلط وافتكرت إن الكريم اللي على المكتب بتاعي. تاتينج هي اللي دخلت، ما كنتش فاكرة إنها غبية كده، بجد بتبوظ كل حاجة بتلمسها. حكك علينا يا إحنا فهمنا غلط، يا ريت تسامحينا. أصل الحكاية إن ما كانتش تقصد تأذيكي، ووشك ده كام يوم وهيبقى زي الفل. من شوية كنتوا بتجبروني أعتذر، ودلوقتي لما طلعت بنت عيلة قلبتوا الحوار؟ إيه التناقض ده؟ لو خايفين تبلغوا البوليس أنا هبلغ لكم بنفسي. ألو؟ أيوة يا فندم، أنا ببلغ عن حالة تسمم في لوكيشن برنامج شباب المستقبل، ومعانا الكاميرات دليل على اللي حصل. الموضوع خطير ومحتاجين تقبضوا على اللي عمل كده فوراً. العفو، دوت بيه. لو حصل حاجة لتاتينج عيلة مش هيسكتوا وهيعملوا لنا مشاكل. من كام يوم قسم القلب استلم حالة كانت خلاص بتموت، بس حظها إن حد عمل لها إسعافات أولية قبل العملية أنقذت حياتها. لو عرفتوا تلاقوا الشخص ده يمكن عيلة تهدأ شوية ويبقى فيه أمل. عندك أي معلومة عنها؟ لا والله، كل اللي أعرفه إنها بنت صغيرة في السن. حوار ممل، خليني أروح أشوف وشها بقى عامل إزاي دلوقتي. يا أنسة، تاتينج،
انتي متهمة في قضية تسمم، اتفضلي معانا من غير شوشرة. يا مصيبتي، تسمم ايه ومعاكم دليل؟ الشرطة وصلت ومن غير أدلة ما كانوش هيجوا لحد باب البيت أصلا. يا تينجيا، اسمع الكلام وروحي معاهم بالدوق بدل ما الدنيا تخرب فوق دماغك وتزيد التهم عليكي. وتاني يوم الصبح الست هانم خرجت من الحجز وعينها بتطلع شرار. أنا اتحبست ليلة بسببك، والنعمة لو شفت وشك تاني ما هرحمك، هنهيكي من على وش الأرض. أنا فهمت خلاص، كلك سببك يا سار. لو ما كنتيش حشرتي نفسك وبلغتي البوليس ما كانش حصل لي كل ده، والذل ده هردهولك أضعاف. بطلتنا ردت بكل برود: حذرتكم، بلاش تلعبوا معايا، عيلة تا كلها ما تقدرش عليا. وبعدين يا حلوة، واحدة وشها باين عليه النحس والدم زيك جاية تتحداني أنا؟ بجد قلبك ميت ومش خايفة على نفسك؟ بتدعي عليا يا فاشلة؟ كانت لسه هتمسك في زمارة رقبتها بس التليفون رن في وقت قاتل. استني عليا، هرد على المكالمة دي وارجع أفرجك مقامك وحاسبك على كل كلمة. أيوة أنا. عايز يقابل ملك الموت بسرعة؟ ما فيش مشكلة، هساعده. أما بخصوص البزنس فالغدر آخره وحش، والضربة اللي جاية هتخليكي تندمي على اليوم اللي فكرتي فيه تأذي حد. الدكتور المشهور رفض يعالج عمي؟ تمام، مفيش غير أسطورة يد الشيطان هي اللي هتحلها. يا بنت ارجعي بقى واهدي شوية، بلاش تروحي تدوري على المشاكل مع سير تاني، مش قدها. سمعتي ولا لأ؟ البنت هتموت من الغيظ، حتى الجدة بتميزها زي جدي بالظبط. مش مهم، الأيام الجاية بينا يا سير، وهنشوف مين اللي هيضحك في الآخر. مبروك يا سير، قنبلة الموسم. قدرت تاخذ بعقد إعلانات سيجيانغ وسط ذهول الكل. عارضات أزياء وممثلات صف أول طاروا من المنافسة، والكل بيضرب كف على كف. الحقيقة السوشيال ميديا كلها مقلوبة وبتموت من الفضول. إزاي واحدة زي دي والكل بيقول عليها وحشة بتكتسح ملكات الجمال دول كلهم؟ طبعاً الإشاعات بدأت، أكيد وراها سبونسر تقيل. بطلتنا بصت لعدوتها في المراية وقلت لها: بصي لوشك اللي المليان غيرة قبل ما تتكلمي، وشك وشوية الروج دول يخوفوا العيال الصغيرة. أنا أحلى منك بكتير. تحبي ننهي الجدل؟ دلوقتي حالا هفتح لايف وامسح الميك اب قدام العالم كله، ونشوف مين فينا اللي فيكي ومين اللي حقيقي. والرهان بدأ. عايزة تخسري وتتفضحي؟ براحتك، بس الرهان كبر وشروطي هقولها في وقتها لما روقلك. سير واثقة في نفسها لدرجة ترعب أي حد بيفكر يتحداها. العقد في جيبي أصلا ومش فارق معايا. عدوتها فاكرة إنها لما تفتح اللايف بدري هتفضحها قبل ما تلحق تعمل عملية تجميل. يا حرام على الغباء، مش عارفة إيه اللي مستنيها. يلا بينا. اللايف بدأ والكل حبس أنفاسه. الأرقام بتنفجر. بصوا كويس، ممنوع ترمشوا، الستارة هتترفع والعظمة هتبدأ دلوقتي حالا. معقول هتعملها بجد؟ لو طلعت وحشة فعلا هتبقى فضيحة بجلاجل قدام الملايين. سير بدأت تمسح الميك اب، والنتيجة صدمة كهربائية لكل اللي بيتفرج. يا ويلي، إيه الجمال ده؟ دي إلهة جمال حقيقية، لا فلتر ولا فوتوشوب ولا بطيخ، وش زي القمر ومن غير نقطة ميك اب واحدة. بجد خيال. أنا آسف يا جماعة، أنا غلطت في حقها. الكومنتات قلبت اعتذارات وانبهار بالجمال الرباني، والست لام شكلها بقى وحش قوي ومحتاجة تداري وشها من الفضيحة. ممكن توقيعك يا فنانة؟ المعجبين هجموا عليها، وسير بكل ذوق وقعت لهم، وبصت لعدوتها وقالت: يا روحي، ابقي احجزي دور في المستشفى عشان تعالجي قلبك المحروق، وممكن أجي أزورك كمان. مش فاهمة؟ لا يا روحي، الرهان بتاعنا متسجل صوت وصورة، وهينزل في الوقت والمكان اللي يخليكي تمشي تداري من الناس. استني المفاجأة اللي جاية. لو سمحتي يا ست هانم، رجعي البنت دي فوراً، مستحيل نسيبها تمشي من بيت عيلة تا أبداً. ماما ليه بس؟ ده احنا ما صدقناش طردنا الفاشلة دي وخلصنا من وشها. اسمع الكلام. الجدة قالت البنت لازم تفطر، والسبب واضح، البنت دي هي تميمة الحظ وسر بركة عيلتنا، لو مشيت حظنا هيضيع. الخالة جرت ورا: خوين خوين بدموع تماسيح. خوين خوين، استني يا بنتي،
أنا كنت غلطانة لما طردتك، حقك عليا. الجدة قعدت تأدب في الكل وعايزة تعتذر للبطلة. يا تات ينفونغ، اعتذر لخوين خوين فوراً. أنا آسف يا خوين، حقك على راسي. ما تزعليش وارجعي معانا عشان خاطر جدتك. بس الرد كان صدمة. مش قابلة اعتذاركم، وسعوا من طريقي. يا خوين، لو رجعت البيت الجدة هتجوزك تونغها فوراً، وكل ورث عيلة تاه يبقى ليكي. البطلة بصت لهم بقرف. انتوا عيلة مجنونة ومحتاجين تتعالجوا والله. حفيدك الفاشل ده ما يسواش بصلة عندي. بلاش فضايح، وعمايلكم السودة أنا عارفاها كويس، وحقي هاخده تالت ومتلت. الجدة اتصدمت. معقول البنت عرفت إنهم كانوا بيسرقوا حظها؟ يا ست هانم، أنا جيت لحد عندك وبطلب منك ترجعي، بلاش تكبري الموضوع. خوين ضحكت ببرود. طالما كده يبقى نحاسب على القديم والجديد ونخلص كل الديون النهاردة. بص كويس، تونغها كان هيكسر دراعي، لولا ستر ربنا كان زمانه ميت دلوقتي، وبكل عين قوية عايزاني اتجوزه. الجدة عاملة نفسها مش هنا، بس البطلة كبستها. انتي أكتر واحدة عارفة كنتي بتعملي فيا إيه. الحظ اللي سرقتوه بدأ يرجع لي خلاص. استعدوا بقى للمصايب والنتائج العكسية اللي هتحصل لعيلتكم. الجدة وقعت من طولها من الصدمة. شكل اللعبة خلصت يا معلم. ماما، انت كويسة؟ بسرعة اطلبوا الإسعاف. يا ساتر، لسه ما خلصتش كلامي وإغماءات بدأت، ناس ضعيفة بجد. يا خوين، مش هتخرجي من هنا؟ لو حد قرب لي تاني هنهي حياته فوراً. البطلة مشيت وسابتهم في خيبتهم، والكل بدأ يخاف منها. الدنيا زحمة قوي وقدامنا 3 أرقام، شكلنا هنطول. البنت الصغيرة بدأت تدلع. عايزة شاي بلبن بس متسلة أتحرك. البطلة قالت لها خليكي هنا يا شطورة، هروح أجيبلك وارجع، اوعي تتحركي من مكانك. عايزة كوباية كبيرة وعليها إضافات كتير. اسكتي بقى وبلاش مشاكل. وفجأة رجالة مدام تشان خطفوا البنت الغلط وودوها للريس لو. المدام كانت عايزة تتفرج على دل بطلتنا في الكاميرات، بس يا خوفي من اللي جاي. يا غبي، أنا قلت اخطفوا خويان، جايبين لي عيلة عندها 18 سنة ليه؟ يا فندم، احنا مراقبينها من الصبح، ازاي نغلط؟ المدام اتجننت. رجعوا البنت دي فورا وهاتولي خويان الحقيقية. أكيد هربت. يا ريس لو، البنت أهي، خدها وتصرف. الريس لو طمع. خلاص، اللي جه مش هيرجع، هات التانية كمان وأنا هستمتع بالاتنين مع بعض. يا نهار أبيض على القذارة. في خلال نص ساعة بطلتنا وصلت لحد عندهم. محدش يدور، أنا أهو. خوين، وروني بقى هتعملوا إيه. اقفشوا البت دي فورا. شكلكم بايعين أمركم. البنت اللي خطفتوها فين؟ عرفت إنها في أوضة رقم 2817، وراحت تكسر دماغ الريس لو وتعرفه مقامه. خوين، انتي مين؟ فين الحرس بتوعي؟ البطلة مسحت بكرامته الأرض وهو قعد يترجاها. والله ماليش دعوة، دي مدام تشان اللي طلبت كده، سيبيني أعيش. ماشي، اتصل بيها فورا. الريس لو اتصل وهو بيترعش. آسف يا مدام، بعتلك الشخص الغلط، بس خوين جايالك النهاردة. البطلة خدت الخط وقالت ببرود مدام تشان، لسه عايشة وبخير؟ واضح إن علقة المرة اللي فاتت ما كانتش كفاية. لو عايزة عيلتك كلها تتمسح من البلد أنا جاهزة. البنت الصغيرة طلعت سليمة والبطلة طمنتها. حصلك حاجة؟ لا يا أبلة، شوية شعر اتقطعوا بس انتي كنتي شجاعة بجد، برافو عليكي. يا خوان، انتي جامدة قوي. صاحب الشغل ظهر وهو قلقان، بس بطلتنا طمنته. ما تقلقش، لسه فاكرة وعدي ليك، مش هلمس حد بإيدي الشمال. انتي مش لوحدك، افتكر الكلمة دي كويس. البطلة اتأثرت وفكرت في كلامه. ماشي، المرة الجاية هفتكر. أما بخصوص عيلة شان، نهايتهم بكرة الصبح. تمام، هجهز كل حاجة فورا. عايزة أصفي الحساب ده بنفسي. راحت لمدام تشان البيت ودخلت بقوة. أهلا يا مدام، اتقابلنا تاني. المدام لسه بتهددها. يا فاشلة، عيلة تا نفسها بتخاف مننا، انتي فاكرة نفسك مين؟ احنا هنا عيلة أوتش ومحدش يقدر يلمسنا. واحدة شحاتة زيك مطرودة، ازاي قدرت تلمس عيلة كبيرة كده؟
مدام تشان بدأت تترعش لما حست إن خوين وراها ظهر تقيل. عيلتك خلاص بقت في خبر كان، ومحدش هيعرف لو خلصت عليكي هنا. وفجأة قوات تيان جون مينغ ظهرت، القوة الضاربة التابعة للإمبراطور شخصياً. إيه اللي جاب الناس التقيلة دي هنا؟ الكل وقف مكانه مرعوب. يا جيانغ الحقني، اطرد الناس دي من هنا. القائد نزل وبكل احترام: آنسة خوين، أنا سينثوي حارس مدام مو، أسفين إننا تأخرنا عليكي. مدام تشان كانت هتموت من الصدمة. الحرس بيحترموا البطلة كده ليه؟ أهلا بيك. مدام مو بعتتكم ليه؟ المدام كانت فاكرة إن علاقتك بالست دي انتهت، بس لما عرفت إنها لسه بتأذيكي بعتتنا ناخدها ونعلمها الأدب اللي على أصوله. ممكن تسلمينا الست دي لقوات تيان جون مينغ؟ ماشي، خدوها لمدام مو في المدينة القديمة تتصرف معاها. مستحيل، سيبوني، مش هروح في حتة. العدالة اتحققت والمدام راحت في داهية. آنسة خوين، المدام طلبت نختار لك حارس شخصي. الشاب قال بتحدي: لو قدرت تصد 3 حركات مني هوافق أكون حارسها. البطلة ضحكت: عايز تتخانق؟ ماشي، أهو نفك عضلاتنا شوية، بس لو تعورت ما تعيطش للمدام. بلاش رغي كتير، ابدأ. الضرب بدأ، بس البطلة كانت بتلعب بيه. أسرع شوية، لسه بطيء، كمان أسرع. وفي ثانية كانت طرحته أرضاً بحركة احترافية. ها، إيه رأيك؟ اقتنعت؟ الشاب استسلم تماماً. خلاص يا ست الكل، أنا خدامك من النهاردة. البطلة استغربت: أنا أصلاً بشتغل حارسة، هاخد حارس ليا ليه؟ عشان يقسمني في رزقي؟ الشاب اتصدم. نعم؟ انتي مش نجمة مشهورة؟ بتشتغلي حارسة ليه؟ يا ابني الدنيا صعبة، لازم الواحد يشتغل كذا شغلانة عشان يعيش. لو عايز تيجي تعالى فسح الكلب بتاعي وأنا في الشغل. تمام، مأمورية مقبولة، يلا بينا. دخلنا في الجد. مسابقة النجوم الكبيرة قربت، بس في خبر وحش. شركة فونغ شوان اشترت شركتهم وعايزين يمشوا هوا بطلنا الغلبان. ترتيبك بعد لونج هو بالظبط، فالشركة عايزة تخلص منك عشان تفتح له الطريق. مستحيل، أنا وعدت الآنسة خوين إني هوصل للتوب 6، مش هنسحب. ده أمر مش طلب، ومدربك ملوش كلمة هنا. المدير معاه حق، انسحب بكرامتك أحسن. المتدرب هو انقهر. بأي حق تطلبوا مني كده؟ بإنك غلبان وملكش ظهر ولا رأس مال يسندك، فهمت يا شاطر؟ إحنا عارفين إنك يتيم وبتشتغل عشان تعالج جدتك. لو انسحبت هننقل جدتك لأحسن مستشفى في المدينة وبنعالجها على حسابنا. الولد بقى في موقف لا يحسد عليه، بين حلمه وبين حياة جدته. جدتي أهم، أنا موافق. وفجأة خوين ظهرت. الولد ده مش هينسحب، وأنا اللي بقول كده. المدير سخر منها: انت فاكرة نفسك مين يا شاطرة؟ انت ما تعرفيش يعني ايه رأس مال؟ رأس المال ده يدوس عليكي وعلى أمثالك من النجوم اللي فاكرين نفسهم حاجة. بلاش تلعبي مع الكبار وتخسري. رأس مال؟ ماشي، النهاردة هحمي الولد ده. عادك فاضل فيه كام؟ والشرط الجزائي كام؟ فاضل 8 سنين والشرط 1,000,000 جنيه. قشطة، 1,000,000 عندك أهو، والولد حر من النهاردة. الشرط الجزائي دفعناه، والانسحاب انسوا. الولد هيكمل، واللعب هيبقى بالموهبة مش بالحركات القذرة. ولو لعبتوا بديلكم تاني هعرفكم مين هو رأس المال الحقيقي. اتفضلوا برا، مش عايزة أشوف وشكم هنا. بطلتنا طردتهم بكل ثقة، والمديرين مشيوا وهم بيتوعدوا لها، بس هي كانت أعلى منهم بكتير. شكراً يا آنسة خوين إنك وقفتي جنبي، بس جدتك في مستشفى إيه؟ وعندها إيه بالظبط؟ ورم في المخ، والموضوع معقد ومحدش راضي يعمل العملية. ما تقلقش، ركز أنت في تدريبك وسيب الجدة عليا. اتصل بالمدير الكبير: يا باشا، عايزة واسطة تقيلة في مستشفى جدة هوا. في المستشفى رجالة الشركة حاولوا يخطفوا الجدة عشان يضغطوا على الولد تاني. يا جماعة، المريضة محتاجة راحة، انتوا بتعملوا ايه؟ ابعدي، انتي ملكش دعوة، الموضوع ده كبير عليكي. خوين وصلت وضربت الكل. غوروا من هنا. المدير اتجنن: انتي بجد عايزة تقفي قدام شركة فونغ شوان؟ قلتلك غور، المريضة محتاجة عملية فوراً، رتبوا كل حاجة. الدكتور اللي بطلتنا جابته وصل، والكل اتصدم لما شافوه. الدكتور الأسطوري لينغ تشين بذات نفسه. حاضر يا فندم،
هنبدأ فوراً. يا شباب، وأنا مش هنا، كنتوا بتدربوا ولا لأ؟ طبعاً يا ست الكل، نيرت المكان. خويين رجعت، وجدة بطلنا بقت في أمان، والعملية نجحت. بعد تعب وتدريب طول اليوم، قرر هو تويون يروح يزور جدته. بس فجأة الخبر نزل زي الصاعقة. يا جماعة الحقوا، برنامج شباب وأطفال لسه منزل بيان رسمي إنه هو تويون قرر ينسحب من المسابقة. البيان بيقول إن هو تويون طلب الانسحاب لأسباب شخصية، وبعد كلام ومناهدة بينه وبين البرنامج هيسيب المسرح بكرة بعد الحفلة الأخيرة. تخيلوا الصدمة. المسيرة خلصت، بس الحلم لسه مكمل، والبرنامج بيتمنى له التوفيق وما ينساش حلمه. بس الحقيقة إن سيتو فوشين كانت عارفة إن في حوار كبير ورا الموضوع ده، والبرنامج بيثبت الكلام. سيتو قالتها بكل ثبات: لو فاكريني لقمة طرية وهتسكتوني تبقوا غلطانين، وهتشوفوا الوش التاني. هو كان خايف عليها تتهور، بس هي طمنته وقالت له: سيب الحوار ده عليا، أنا هظبط الأداء، روحوا اتمرنوا وانتم مطمنين. ده اللي قالته لطلابها وهي واثقة إنه الظلم آخره وحش. وسألت نفسها: الناس دي مش خايفة من عقاب ربنا؟ والكل بدأ يشك إن في سر ورا الانسحاب ده. الجمهور بدأ يغلي، إزاي موهبة زي دي تضيع؟ سيتو فوشينغ طلعت بطلة بجد، وقررت تتكلم نيابة عن هو، ونزلت فيديو فضح الدنيا كلها وقالت: رجالتي ما بتهنوش. في الفيديو كان في حد بيسأل هو: بأي حق تطلبوا مني كده؟ والرد كان يقرف: بأي حق؟ عشان انت غلبان وما وراكش ظهر ولا فلوس. فهمت يا شاطر؟ دلوقتي قدامك حل واحد: تسمع الكلام وتنسحب من المسابقة بكرامتك، ومقابل ده هننقل جدتك لأحسن مستشفى في مدينة سيجيو عشان تتعالج. تخيلوا الوساخة، بيبتزوه بأهله. الجمهور اتقلب، والكل طالب بمقاطعة شركة فونغ شوان وطرد لولي يانغ هوا من البرنامج فوراً. سيتو ما كلمتش حد عادي، دي كلمت لانغ فونغ، الحيتان بتوع المحاماة، وقالت له: عايزاك تخلص لي عقد هو مع الشركة دي فوراً، وتخليهم يطردوا لولي يانغ هو بكرشهم. وهددتهم بكلمة واحدة: لو ما نفذتوش مصيركم هيكون زي عيلة تيشون اللي اتمحت من الوجود. مدير الشركة كان لسه فاكر نفسه جامد، وكان عايز يطرد هو وسيتو مع بعض. المدير كان بيزعق: فاكرة إنها بالبلطجة والسوشيال ميديا هتهزمنا؟ بس المساعدين كانوا مرعوبين من قوة سيتو وشخصيتها اللي ما تهزرش. وفجأة دخل المحامي لانغ فونغ بهيبته، وحط شيك ب1,000,000 يوان على المكتب. المدير اتصدم لما عرف إنه من مكتب تسينغ دينغ، أكبر مكتب محاماة في البلد. قدامكم يومين بالظبط تخلصوا عقد هوا وتطردوا التاني، وإلا المحاكم هي اللي هتتكلم. المدير بدأ يترعش، إزاي سيتو قدرت توصل لمحامي تقيل زي ده؟ سيتو فوشينغ دي طلعت مش سهلة خالص. المحامي فكروا بمصير عيلة تيشون اللي كانت تأتي أكبر عيلة في لين تيشون، واختفت في يوم وليلة. قالوا بوضوح: شركتكم دي بالنسبة لعيلة شون ولا حاجة، فبلاش تلعبوا مع الكبار. المدير ما كدبش خبر، وصرخ في الموظفين: هاتوا عقد هوا فوراً، هنخلصه دلوقتي. لوليانغ هوا كان مصدوم، مش فاهم إزاي الشركة هي اللي بتطرده. بس الحقيقة إن الأشكال اللي زيه مكانها مش وسط النجوم. الكل بدأ يلم حاجته ويمشي، وهوا أخيراً حقه رجاله بفضل سيتو. الجو في البرنامج بدأ ينضف، والكل ارتاح من الشخصيات السامة دي. هوا كان طاير من الفرحة، والشركة كانت مرعوبة من سيتو. المحامي عرض عليها تخلص عقدها هي كمان من شركتها تيان لو اللي كانت مطلع عينيها. سيتو قالت: فعلا كنت بفكر في كده، تقدروا تطلعوا منهم كم تعويض؟ المحامي رد بثقة: بالظلم اللي شفتيه هخليهم يدفعوا الضعف، يعني حوالي 1,800,000,000 يوان. رقم يخض، بس هي تستاهل أكتر من كده. سيتو قالت له: زبط لي الرقم ده لأقصى حاجة، وشوف لي أي بلاوي قانونية عملوها عشان نصفي الحسابات القديمة والجديدة مرة واحدة. وجيه وقت النهائي، والكل مستني يشوف مين اللي هيكسب. الشاشة الكبيرة نورت، والأسماء بدأت تظهر: تسيو، لويم، وييب تشينغ هو. مبروك للثلاثة دول. بس الجمهور اتصدم،
إزاي هو تيون مش في التوب 3؟ ده كان التاني طول الوقت. دي ريحة كوسة وفبركة واضحة جدا. سيتو ما قدرتش تسكت على المهزلة دي، وقفت قدام الكل وقالت اللي بيحصل ده قمة الظلم. المنافسة خافت وقالت لها انت عايزة تعملي ايه؟ انت خسرت الرهان اللي بينا. سيتو بصت للجمهور وقالت أحلامكم غالية، وطول ما أنا هنا مفيش حد هيقدر يسرق تعبكم ولا يهد أحلامكم، سامعين؟ المذيعة حاولت تسكتها بس سيتو كانت أقوى، والطلاب بتوعها قالوا لو المركز ده هيجي بالظلم مش عايزينه، إحنا مستعدين نغني في الشارع ولا إننا نقبل بلقب متزور. الجمهور بدأ يهتف لسيتو وطلابها إحنا معاكم، مش عاجبنا النتيجة دي. الموضوع كبر والبرنامج ما بقاش عارف يسيطر على الغضب اللي في القاعة. الإدارة كانت هتتجن وعايزين يسحبوا سيتو من على المسرح، بس المشكلة إن ده بث مباشر، وأي حركة غبية هتفضحهم أكتر قدام الملايين. البث المباشر كسر كل الأرقام القياسية، ولو قفلوه هتبقى مصيبة. القاعة فيها 50,000 مشجع وكلهم قلبين على البرنامج بسبب اللي عملته سيتو. الإدارة حاولت تبرأ نفسها، يا فنانة التصويت مراقب ونزيه جدا، ما تكليش كده عشان طلابك ما خسروش. سيتو ردت بكلمة هزت القاعة، لو ما فيش شركة راضية تمضي معاهم عشان خايفين، أنا اللي هفتح لهم شركة وامضي معاهم. بوم، ضربة معلم. وفجأة دخل المخرج العالمي روس وقال أنا جاي بطلب من 10 وعايز أمضي مع الشباب دول في شركتي العالمية. الصدمة كانت على وشوش الكل، دي فرصة ما بيحلموش بيها. سيتو بصت للمنافسة وقالت لها بتقولي التصويت نزيه؟ طب افتحي عينك كويس وشوفي الفضيحة اللي هتطلع دلوقتي على الشاشة. الأرقام الحقيقية بهرت، وفعلا كان في تلاعب ملوش آخر. طلاب سيتو كانوا محتلين أول 6 مراكز باكتساح، والنتيجة اللي أعلنوها كانت فينكش. الجمهور مات من الضحك على شكل الإدارة، وطلاب سيتو أثبتوا إنهم ملوك المسرح، والكل بدأ يطالب بمحاسبة اللي زوروا النتيجة دي. المنافسة حاولت تلعب آخر ورقة عندها، وقالت لسيتو أنتي دمرتي الحفلة وفكرة نفسك كسبتي. سيتو قالت لها لو أنتي شغلة بالك بشكلي قوي كده، إيه رأيك نخلص الرهان دلوقتي؟ أنا همسح الميك اب في بث مباشر، وإنتي وريني حقيقتك. الكل كان مستني اللحظة دي بفارغ الصبر. سيتو بدأت تمسح وشها، والمنافسة لين كانت خايفة ومرعوبة، شكلها مخبية بلاوي ورا عمليات التجميل. إيه يا فنانة، خايفة ولا إيه؟ سيتو كانت بتستفزها، والكل بدأ يلاحظ إن وش لين مش طبيعي خالص، وكأنها مصنوعة من السيليكون. لين حاولت تقلب الطاولة وطلعت ورقة وقالت أنا كمان عندي مفاجأة، شوف الورقة دي يا سيتو، دي إثبات إنك أنت اللي عاملة تجميل. الجمهور بدأ يتلخبط، معقول الجمال ده كله تجميل؟ الورقة بتقول إنها عاملة عمليات عند جراح مشهور، وبدأوا يشكوا في سيتو إنها كدابة. سيتو بصت للورقة بكل برود وقالت أنت متأكدة إن الورقة دي تخصني؟ وراحت مديالها قلم على وشها قدام الكاميرات وقالت ده عشان لين شاوفان اللي بعتك. القلم ده مش بس ليها، ده نيابة عن كل واحد اتخدع في تمثيلها. هي فاكرة إنها هتمشيها كدب وتخلي الأبيض أسود؟ لا يا حبيبتي، المحامي لانغ فونغ جاهز يوديكي ورا الشمس بتهمة التشهير ورد اعتبار تويفو خينا. سامعني، لانغ فونغ أشهر محامي في البلد كلها هو اللي ماسك القضية. خلاص يا لام، مفيش هروب، اتفضلي معانا بهدوء عشان التحقيق بدأ واللعب بقى على المكشوف. يا نهار أبيض، دي اتقبض عليها بجد؟ أنا كنت فاكر الموضوع تمثيل وكلام سوشيال ميديا، بس الصراحة بنت الشاي الأخضر دي تستاهل اللي بيجرى لها. وأدينا قاعدين مستنيين الفضيحة الكبيرة، وبنعتذر لو عطلناكم. الشرطة هتنزل البيان الرسمي قريب، وخلينا نشوف الحقيقة هتودينا لفين. بس نصيحة لكل المشاهير، خلي بالكم من لسانكم وتصرفاتكم، عشان السقطة في الوقت ده وحشة قوي وممكن تنهي مستقبلك في ثانية. المكتب القانوني فجر مفاجأة، ورق عمليات التجميل اللي باسم تويفو خينا طلع متزور، والمستشفى أكدت إن اللي عملت العمليات هي لام إكس إكس. هي وصلت للدرجة دي من الغل
والافتراء. تخيلوا وصلت بيها القذارة إنها تبدل اسمها باسم حد تاني في سجلات طبية عشان تأذيها. بجد حاجة تقرف. دي لا تصلح تكون في الوسط الفني ولا حتى تقرب منه. إيه السواد اللي جوه قلبها ده؟ تمثيلها ده كان المفروض يبقى في الأفلام مش في الحقيقة. يا عيني عليك يا توي، مظلومة ومتبهدلة. بس خلاص، لام دلوقتي زمانها بتعيط ورا القضبان، وتوي البنت بدأت تفقد السيطرة مع الشرب. اهدي شوية يا بنتي. شربت ايه؟ دي سترت خلاص وبقت في عالم تاني، فاكرة نفسها بتنقي فجل. يا بنتي انتي إنسانة مش خضار. قومي معانا خلينا نرجعك البيت قبل ما الدنيا تتبهدل أكتر. فوقي أرجوكي. وفجأة المدير ظهر. يا مصيبتي، انت ايه اللي جابك هنا؟ المدير؟ هو انت بجد ولا انا بيتهيألي؟ انت أرنب أبيض ولا ايه؟ البنت خرفت خالص يا جدعان، ومنتهى الكوميديا. لحظة، الكلام بقى يوجع القلب. بتقول إنه أول حد يحن عليها بعد أختها اللي راحت. الحزن مال عينيها كأنها حتة كريستال رقيقة، لمسة واحدة وممكن تتكسر 100 حتة. بجد مشهد يقطع القلب. وفي وسط اللحظة دي في ناس تانية بتخطط لشر، عايزين يرموها في البحر ويخلصوا منها. يا ساتر على الغل. بس المدير مش هيسكت، واللعب معاه خطر جدا. تفتكروا هيعمل فيهم إيه؟ الجو بقى تقيل، مش قادرة تتنفس من الخوف. والمدير كيو مش بس هيحاسب اللي قدامه، ده هيجيب اللي وزهم كمان ويمسح بيهم الأرض. مفيش حد هيلمس شعرة منها وهو موجود. بصوا مين اللي ظهرت؟ بوي مانو شي، جميلة ومسيطر وناوية تدخل في منافسة عشان تكسب قلب توي. الحكاية بتولع يا جماعة، والمنافسة بقت على المكشوف، والكل بيدور على مصلحة المتدربين. المدير خلص شغله بكل هدوء، مفيش وقت للدلع. لازم يطمن على المتدربين الصغيرين ويرتب أموره قبل ما الليلة تخلص. الشغل شغل والجد بدأ. أهلا يا جميلة، أنا بوي مانوشي، وبجد أنا من أشد المعجبين بيكي وناوية أقرب منك أكتر. بس هو إيه حكاية العيلة دي؟ شكلهم غرقانين في الفلوس قوي. البنت طلعت بتهتم بالفلوس زي غيرها؟ لا، دي صدمة ما كانتش متوقعها. بس قبل ما تمشي قالت له التميمة دي هتحمي روحك المرة دي، بس المرة الجاية الحساب هيكون تقيل قوي، فجهز محفظتك كويس.